السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثالثة إعدادي، عاملين إيه يا أبطال؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير. بعد ما خلصنا شرح أول درسين اللي هي الوحدة الأولى، وعملنا لك مراجعة للوحدة الأولى شاملة كاملة وافية فيها كل حاجة، ما سبناش حاجة، وحضرتك تشهد بدوت. لو أنت لسه ما اتفرجتش عليها فأنت أحب أقول لك إن أنت فايتك كتير جدا جدا جدا. فكينا عقدة الإيه؟ المعادلات يا عم الحمد لله. وميعادنا النهارده مع بداية الوحدة الثانية، ألا وهي وحدة الفيزياء، وحدة التيار الكهربي. الوحدة الثانية بتتكون من 3 دروس. درسين أنا بلاقيهم اللي هم مترابطين ومرتبطين، ودرس كده أنا حاسه معاق، حاسه اللي هو لو اتشال محدش هيحس بيه أصلا، درس اللي هو النشاط الإشعاعي. فيا عم كل طالب من حضرتك ورقة وقلم تكتب ورايا الكلام اللي هقوله لك دلوقتي، أو تاخد بقى سكرينات عشان أبعتها لك على قناة الواتساب، ده لو أنت لسه ما دخلتش يعني قناة الواتساب. و اعمل لايك، اعمل اشتراك عشان تتفرحنا، يعني تقريبا ده ثالث فيديو بعد ال 20,000 يا عم الحمد لله. فيعني اعمل لايك عشان نوصل 30,000 في اسرع وقت، واعمل شير وقول لاصحابك يا جماعه. يعني بص، عظمه والله العظيم، جبت لكم عظمه في العلوم ان شاء الله. يعني مش انا اللي اقول كده طبعا، حضرتك اللي هتقول باذن الله. فما تقولش عليك يا عم، لو انت جاهز انا جاهز. يلا بينا نبدا على بركه الله. سمي الله يا عم وصلي بينا على سيدنا محمد. يلا يا صاحبي سمي الله. بص يا سيدي، بيبدا الدرس بيقول لك ان احنا كان خدنا زمان خالص كده حاجه اسمها الذره. ده كان اول درس اصلا خدناه، يعني فهمنا استرجعنا مفهوم الذره. وقلت لك ان الذره كانت بتتكون من حاجتين اساسيين، حاجه في النص سميناها نواه ودي حاجه ثابته، وحاجات بتتحرك حواليها بنسميها الكترونات، الكترونز بالانجلش يعني. انا ماليش دعوه بالنواه، مع ان كان فيها على فكره كان فيها البروتونات الموجبه والنيترونات المتعادله، ولكن باشا لا، باشا لا، ما انا عايز ايه؟ انا عايز ده. قال لي والله لما الالكترون قوه التجاذب بينه وبين النواه بتضعف او ما بتبقاش فيها اصلا، يعني خلاص ما بقاش فيه قوه تجاذب، ويبدا يتحرر ويتحرك، بيتقال عليه تيار كهربي. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده حضرتك، الكهرباء اللي ماشيه في الاسلاك، اللي بتنور، اللي بتشغل الغسال، اللي بتشغل الثلاجه، اللي كل دي ما هي الا عباره عن الكترونز، الكترونات. ماشي. وخلي بالك ان التيار الكهربي دوت هناخد منه 3 خواص. 3 خواص. اول خاصيه بنسميها شده التيار. تاني خاصيه بنسميها فرق الجهد. دي سهله جدا دي يعني والله، فكرة كلهم سهلين والله العظيم. تالت واحدة حاجة اسمها المقاومة الكهربية. ماشي يا مستر. هنفرشهم في الدرس، يعني شدة التيار يعني قوة التيار، فرق الجهد يعني لازم يبقى فيه واحد ب100 التاني ب50، طب لو الاتنين ب100 ما ينفعش، فاهم؟ المقاومة انت مش ماشي كده على طريق سريع، لا ده في مطبات، في مقاومة، في حاجة بتزقك عكس الاتجاه. طبعا مش قصدي انا، يعني قصدي الالكترونات. طيب قال لك طب يا مستر الفكره بقى يا مستر بعد كده احنا عايزين ناخد التيار الكهربي دوت. فقال لك والله حضرتك ما ينفعش ناخد التيار الكهربي ده. طبعا خلي بالك تعالى بس عشان نبقى فاكرين حاجه، بس الالكترونات بتتحرك خلال الموصلات فقط. مستر يعني ايه الموصلات فقط؟ بين قوسين كده المواد اللي بتوصل الكهرباء، اللي حضرتك عارفهم من 6 ابتدائي، يعني اللي هي مثلا المعادن، حديد، ألمونيوم، نحاس. على فكره احنا بنستعمل النحاس كموصل اساسي طبعا لاي تيار كهربي. طيب وفي حاجات تانية زي الكربون، فحم برضو كان بيوصل كهرباء عشان بنصنع منه الاعمده الجافه اللي هي زي ايه؟ حجر القلم اللي عندك في البيت اللي هي بتاعت السخان، بتاعت الغساله. غساله الحجره بلاش حجره. طيب فقال لك خلي بالك ان هي موصلات فقط، يعني لو الهواء لا، الالكترونات ما ينفعش تتحرك في الهواء، والا كنا كلنا اتكهربنا. فالحمد لله يعني. قال لك يا مستر حضرتك لازما ندرس حاجه اسمها الدائره الكهربيه. طيب ما هي الدائره الكهربيه يا عم؟ الدائره الكهربيه يا جماعه اللي هي بتتكون من حوالي 4 حاجات. اول حاجه بتبدا بها هي المفتاح. مفيش دايره من غير مفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مفتاح، تعالوا بس نكتب كده مفتاح. وبعد المفتاح قالوا بيبقى عندك سلك اللي هي الاسلاك. بعد السلك والله العظيم بيبقى عندك مصدر للتيار، مصدر
للتيار. على فكره في الاغلب بيبقى اما عمود جاف او بطاريه. طيب المفروض اقول لك الفرق بين العمود الجاف والبطاريه في الدرس اللي جاي، ولكن انا عشان بقول لك ايه باشا ليه ناخدهم من الدرس الجاي؟ ما ناخدهم دلوقتي وخلاص، فهقولهم لك اصلا في الدرس من دلوقتي. طيب واخيرا وليس اخرا المصباح. ليه؟ عشان تعرف بقى في تيار كهربي مشي ولا ما مشيش، وعشان برضو تشوف انت عايز توصل، عايز اوصل اضاءه هنا اضاءه هنا اضاءه هنا اضاءات في كل حاجه. انا اتعميت والله الحمد لله يعني. فقال لك والله حد بقى ذكي يقول لي طب ما انا يا مستر لو عاوز اعرف في تيار كهرباء ولا مفيش، هو مفيش مصباح، امسك السلك. امسك السلك يا اسطى براحتك، يعني شوف اللي انت عايز تعمله واعمله براحتك. طيب مستر المفتاح والسلك والتيار او مصدر التيار والمصباح كل دول ليهم اشكال في الحياه الواقعيه. يعني انا اول ما اقول لك بطاريه تبقى عارفه، اول ما اقول لك سلك او سلك معروفه، اول ما اقول لك مصباح عارف. ولكن هل انا هرسم بقى السلك بسلك والمصباح بمصباح؟ لا يا اسطى مش هتعمل كده. امال انا مستر المفتاح قال لي المفتاح ليه رسمتين. اول رسمه تاني رسمه. تقول لي يا مستر واتس ديفرنس، ما هو الفرق؟ اقول لحضرتك هنا يا باشا المفتاح مفتوح. قصدك تقول لي كده ان انا فتحت الكوبس يا مستر يعني النور شغال؟ غلط، حضرتك كده قفلت النور. تقول لي ليه؟ هقول لك لو الالكترونات ماشيه كده 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 وعايز تعدي هناك، المصباح اهو مثلا، تعالى نعمل مصباح هنا، هل الالكترونات عدت؟ لا ما عدتش. فدي بقى مشكله عندنا يا جماعه. احنا بص امك تقول لك ايد النور فتقول لها افتح الكوبس، لا العكس، حضرتك لو فتحت الكوبس المفروض النور ما يقتش اصلا، انت اوريدي مفتوح اصلا. تقول لي هذا ما لم نجد عليه اباؤنا من قبل، ما هبني بقى حاجه. ايوه بقى ما حاجه جديده، ده العلم بقى، هو ده العلم. طيب يبقى احنا فهمنا حاجه يا جماعه، لما المفتاح يبقى مفتوح مفيش نور. طب لما يبقى مغلق بص كده الالكترونز عدي نط يلا بس خلاص هنا في نور عشان المصباح مغلق. وما تقلقش هنجيب لك عليها اسئله. بالنسبه للسلك اهو اي خط في الدنيا عباره عن سلك، اي خط في قلب الدائره الكهربيه عباره عن سلك. تمام ماشي. مصدر للتيار الكهربي قال لي هنتكلم الاول على العمود الجاف. العمود الجاف عباره عن شرطه صغيره شرطه كبيره. بص انا حد يعمل لي كده، ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ ما عملتش كده، انا ما عملتش كده والله ما عملتش كده. شرطه صغيره جنبها على طول شرطه كبيره بالشكل دوت. الشرطه الصغيره طبعا تخرج سلك كده وخرج سلك كده عشان متوصلين بسلك. الشرطه الصغيره دي قال لي ده القطب السالب. طب الشرطه الكبيره قال لك ده القطب الموجب. كلام سليم لحد دلوقتي، الدنيا تمام؟ الدنيا تمام. طيب هل ينفع ادخل عمودين جنب بعض؟ ياه ينفع. حضرتك العمود لوحده عمود. تقول لي ازاي يعني يا مستر مش فاهم؟ اقول لك العمود لوحده عمود، عمودين او اكثر يبقى اسمهم بطاريه. يبقى انت كده راسم ايه؟ راسم عمود جاف اللي هو عمود فقط، عمود جاف. طب عايز ارسم بطاريه يا استاذ؟ سهله يا باشا، سهله يا باشا. ترسم 1 2. بص ايه رايك نعمل كده؟ حضرتك كده قفله حريقه بعد الشر عليك. ليه؟ هل ينفع الموجب مع الموجب؟ تقول لي هو فين الموجب؟ يا لا بقى ما احنا قلنا صغير سالب كبير موجب، صغير سالب كبير موجب. ينفع توصل موجب بموجب؟ قفله وحريقه، ويعني بعد الشر على قلب حضرتك، بعد اذن سيادتك اوعى توصل موجب بموجب وتلاقيهم جنب بعض في نفس السلك. لا يا استاذ عشان في الدرس الثاني ممكن نوصلهم ولكن بطريقه مختلفه. فمعلش يعني لما تبقى توت قطر صغنطوط كده حبيبي ما ينفعش الموجب مع الموجب، ما ينفعش السالب مع السالب. تقول لي بس موجب مع موجب سالب مع سالب، لا غلط، ما يحبوش بعض. يلا من ايام الاحلال المزدوج وانا كنت بقول لك موجب مع سالب، سالب مع موجب. يلا باش نكمل الكلام ده. قال لك صغير مع كبير، طبعا سلك صغير مع كبير. تقول لي بس المستر قال لي ان ده لوحده كده اسمه عمود جاف سالب موجب. طب دلوقتي بقى معايا عمودين يبقى بطاريه. تاني يا باشا، عمود لوحده عمود، عمودين او اكتر بطاريه. تاني عمود لوحده عمود، عمودين او اكثر بطاريه. ماشي. والمصباح يا استاذ؟ قال لي يا باشا المصباح اهو. بس طبعا وصل سلك كده وصل سلك كده. طيب ده المصباح، بس ده المصباح هو مطفي. لا مطفي مطفى. المصباح هو مطفي بيبقى الكوبس ايه؟ مفتوح. برافو عليك يعني. طب المصباح هو منور
شمس بقى شموسه، خدي ايه سنه الجاموسه وهاتي سنه العروسه، تبقى بالشكل ده ماشي. ثانيه بس كده اهو، مبتهج داخل على الحياه كده منور. طب مستر انت كده رسمت لي كل حاجه لوحدها، يعني انا خلاص عرفت المفتاح شكله عامل ازاي، هو مغلق وهو مفتوح، عرفت السلك اي خط في اي حته في اي ناحيه هو سلك، عرفت البطاريه بطاريه عمودين او اكثر، وعرفت العمود، وعرفت يلا يا باشا بقى نرسم بقى رسمه دايره كامله بقى ونشغل الاضاءه بقى. فين هي؟ يلا بسم الله. بص قلت لك انا اول ما بخف بتشقلب لك كده في الفيديو، تشقلب ما تبقاش عارف انا رايح منين ولا جاي منين. تعال قال لك والله يا استاذ تحب تبدا بايه؟ يا عم انا ابدا بالبطاريه. بس عايز بقى بطاريه كبيره، يلا يا عم. ايه ايه ولا يلا يا صاحبي كده عمود ولا عمودين؟ تقول لي بص والله سالب موجب يبقى عمودين. يخرب بيتك يخرب بيتك، سالب موجب ده عمود واحد، قطبين سالب موجب. وبعدين يا مش عارف عشان اقول لك ان العمود الواحد عباره عن قطبين، عباره عن شرطتين، شرطه صغيره سالبه، شرطه كبيره موجبه. ماشي. طب مستر يلا نعمل بطاريه، ده كده عمود، يلا يا عم نعمل بطاريه. سالب موجب سالب موجب صح، مفيش قفله، النور هينور ان شاء الله. تعال طبعا النور ينور لو المفتاح كان مغلق. مغلق يا مستر؟ خليك فاكر بقى. تعال طيب قال لك طب يلا وصل سلك كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. ده مين اللي انا برسمه ده يا صاحبي؟ ده المفتاح. مغلق ولا مفتوح؟ مفتوح. النور ينور؟ ما ينورش، ضلمه. نرسم مصباح اهو مصباح معاق والله العظيم. الف مبروك على قلبك يا باشا، خلصنا الاربع حاجات. تقول لي بس انا شايف 1 2 3. امال السلك ده من اوله لاخره كده ده ايه؟ سلك. يبقى انا عندي سلك، مصباح، بطاريه، مفتاح. مستر يلا المفتاح مفتوح، تعالى امثل لك، صلي على النبي. انا لازم عشان بص النور يبقى مغلق او النور يبقى قصدي مفتوح منور سيبك من المفتوح دي خالص، النور منور لازم الدايره تبقى مغلقه. لان بص لو انا عندي الكترون هنا بس تقول لي مثلا ده كود الموجب مثلا، تعال يمشي كده 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 كده. هل احنا خدنا حاجه في العلوم بتقول لك ان الالكترون بينط؟ ما بينطش. طب تعمل ايه؟ ما باشا عايز يعدي هنا، عايز يعدي هنا اهو. في انسان ذكي بقى يقول لي طب ما نقفله من الناحيه الثانيه. اذكى اخواتك يا اسطى، قلت لك لازم تبقى مقفوله عشان دايره. كلمه دايره يعني دوره، يبقى دوره مغلقه، فما ينفعش تقول لي لف الواحده دي يلا نور يا نور والنبي لا تنور. ما نورش ليه؟ لازم تبقى مغلقه، لازم تبقى دائره مغلقه زي الدوره الدمويه بتاعت حضرتك. الدوره الدمويه بتاعتك مغلقه. يعني ايه مغلقه؟ اولها هو اخرها. لو حضرتك لا قدر الله مثلا انتحرت في ثالثه اعدادي، لا قدر الله بعد الشر على قلب حضرتك، يعني حضرتك مثلا عورت نفسك او بالغلط، يعني في ناس تعمل كاتنج. والله يا جماعه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، الفقره الدينيه بقى، عايز تعمل سكيب اعمل سكيب براحتك. يعني في ناس يا جماعه مرتبطين دلوقتي مش عارف ازاي بصراحه، ثالثه اعدادي، والبنت عشان حبيبها سابها ثم معوره نفسها، او هو بقى لو راجل عملها بصراحه، راجل يعمل كاتنج. طب انت ايه رايك؟ انت يا عم كطالب ثالثه اعدادي ايه رايك؟ يعني ما تكتبوش حد في كومنت، يعني مش عايز اعرف، بس يعني رايك ان ده حاجه صح؟ حاجه حلال؟ بلاش باشا. طبعا الارتباط حرام خلينا عارفين، ما ينفعش. انت حضرتك دلوقتي مش في وقت ارتباط، في وقت مذاكره، وعشان في وقت مذاكره يلا نذاكر. طيب يلا يا مستر نقفل الدايره. قفلنا الدايره صح، بس مش هينط ولا حاجه، هيعدي عادي خلاص. يلا شمس شموسه شمست الدنيا خلاص قشطه. سهله يا باشا، سهله يا باشا، سهله هنشوف ان شاء الله. الحمد لله سهله. لو سهله يا باشا اعمل لايك، لو صعبه اعمل لايك برضه. تاذيني في حياتي ليه؟ طيب صلي بينا على سيدنا محمد. احنا في الحته اللي جايه دي المفروض يا باشا اللي احنا هناخد خواص التيار الكهربي. هنبدا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. شده التيار. مستر الدرس ده فيه تعريفات كتير مالكش دعوه بيها، انا هحفظها لك وهفهمها لك طبعا، ده قبل حاجه، ولكن انا يهمني هنا المسائل، القوانين. عندي 3 مثلثات، 3 مثلثات تقريبا ب6 رموز. تقول لي ازاي؟ اقول لك في رموز مشتركه، والرموز المشتركه دي بص هنتشقلب عشان نجيبها. احنا ممكن نستعمل مثلثين في مساله عادي خالص. طيب
قال لك والله يا استاذ طيب شده تيار، انا لازم أنا اعرف يعني ايه كلمه شده تيار بره التعريف. شده تيار يعني قوه التيار، يعني عباره عن حضرتك داخل السلك بكم الكترون، هي كميه الالكترونات اللي داخله السلك او مقدار الشحنه اللي داخله السلك. طيب الفكره هنا بقى يا باشا، شده التيار بتساوي ايه؟ مش انت قلت كميه الالكترونات؟ حاجه اسمها كميه الكهربيه. والله يا جماعه بديهيات جدا. طب انت دخلت السلك ومشيت في زمن قد بس خلاص، شده التيار بتساوي الكميه الكهربيه على الزمن. طيب خلي بالك ان انا ما بحبش اشتغل بشده تيار، كميه كهربيه، زمن. ما بتعمل ايه؟ انا عايز رمزهم لي. يعني ايه؟ يعني شده تيار يبقى كيك. بص والله كميه بالكاف كهربيه بالكاف، تتوقع الرمز بتاعي يبقى ايه؟ اكيد كاف يعني يا مستر. ايه الحلاوه في كده؟ الزمن تزين معروفه يعني. طيب قال لك والله يا استاذ خلي بالك ان هنا الزمن هيبقى بالثانيه. اوهو، فلو كان بالدقيقه تضرب في كام؟ في 60. لو انت فاكر طبعا الترم اللي فات واحنا رايحين بنضرب في كام؟ بنضرب في 60 عشان انت حضرتك الدقيقه فيها 60 ثانيه. طيب بص دي مهمه بتيجي. طيب في واحده مهمه جدا نادرا لما بتيجي، ولكن بتيجي. اخواتنا الصعايده واخواتنا المنايفه وبتوع الدلتا، انا مش بكلم طالب القاهره حبيب قلبي، انت هيجي لك الثانيه كده جاهزه، وربنا انا بحسدك طول الترم. اقسم لك بالحس ان هيجي لك امتحان فاهم، يقول يا مستر انت مش كنت بتقول؟ انا ما قلتش حاجه. طيب. يا مستر لو كان مديهاني بالساعه، تقول لي سهله بسيطه، تضرب مره في 60 والناتج يطلعوا في 60 كمان. يعني انت ممكن تختصر الرقم ده وتقول لي 3600، لان 60 في 60 ب 3600. وخلي بالك مهمه جدا برضه، انا بكلم الناس دلوقتي عايزه اجيب 20 من 20 ترم تاني، وهي اوريدي الحمد لله جابت 20 من 20 ترم اول، او جابت 19 او ربنا ما وفقهاش وجابت 10 من 20 في علوم، وكانت مصممه ان بقى الترم ده اللي هتقفل يا بيه. طيب مستر بصراحه كده خلاص هي ت ك ز. انا بقى ما ينفعش اكتب رقم من غير وحده قياس، ما ينفعش يبقى في مقدار من غير وحده قياس. ما ينفعش اقول انا طولي 5 ايه؟ 5 اقدام ولا 5 متر 5 ثانيه ولا 5 ساعات؟ تخيل طولك 5 ساعات، يا نهار ازرق ايه ده؟ ما ينفعش. فقال لك والله خلاص شده تيار هتاخد وحده قياس هنسميها امبير. دي مهمه جدا، امبير يعني الاسامي ما فيهاش مشكله بصراحه. الكميه الكهربيه قال لي وحده قياسها هتساوي كولوم. حد هيقول لك كولوم، مفيش اي مشكله، اللهجه مش مشكله. يبقى تاني، شده تيار ت امبير، شده تيار ت امبير. ت طبعا اللي هي على خلاص ممكن اقول لك ت بتساوي كاف على ز. تمام. طيب قال لك يا مستر بقى ملحوظه مهمه جدا، شده التيار بتقاس بجهاز سميناه اميتر. اوبا ماشي فاهم خلاص. امبير هتلخبط. الامبير ده وحده قياس، الاميتر ده حضرتك جهاز بيقيس شده التيار. يعني ان يبقى عندك فولتميتر، يبقى عندك اوميتر، فكلمه ايتر جهاز. ماشي يا باشا؟ ماشي. والاميتر بيتوصف في الدائره الكهربيه على التوالي. طيب دي معلومه تخليك حافظها وخليك فاكرها. وبصراحه كده بقى انا ما بحبش الكلام البايخ ده، كلام بالعربي يخ امال انت انا عايز مثلث. انا بحب المثلث وانت كمان بتحب المثلث، فيلا بينا نكتب المثلث. قال لك والله يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، تتعلم تكتب مهاره المثلث. ليه؟ هتوفر عليك كتير جدا في ثانوي. اي قانون يجي لك في ثانوي، في فيزياء، في كيمياء، في احياء، في بدنجاني، في اي حاجه، اعمله في مثلث، اعمله في المربع، اعمله في اي حاجه. طيب اللي فوق دايما فوق مين يا باشا؟ كميه الكهرباء بيبقى كاف، يبقى كاف فوق. تحت مش تفرق بقى ت او زين. على فكره لو قلت زين وت يابا 2 في 3 6، 3 في 2 6، خلصت. طيب مستر طيب هي الكاف دي عايز اراجع بقى، الكاف دي اسمها ايه؟ والله مستر دي كان اسمها كميه كهربيه.
وحده قياسها كانت ايه؟ بالكولوم. ماشي. التي دي يا باشا كان اسمها ايه؟ شده تيار، وانا اصلا جاي عشانها. طيب كانت وحدتها ايه؟ امبير، ركز كده، امبير، لكن كان الجهاز بتاعه اميتر توالي، اميتر توالي، اميتر توالي، اميتر توالي، على طول بقى اميتر توالي. ما انت قاعد كده احفظ دلوقتي دي. طيب والزمن، خلي بالك ان الزمن دوت ده الزمن طبعا، ودائما بالثانيه. طب لو اديتها لك بالدقيقه باشا ماليش دعوه، اضرب في 60. اديتها لك بالساعه اضرب في 3600، اللي هي 60 في 60. ماشي. في بقى ملحوظه انا قلتها الترم اللي فات، واللي فهمها واللي حفظها هيبقى هنا يا هنايا سعده يا مناه يا جمدانه. ايه هي الملحوظه؟ بسط بسط وبسط مقام. في ناس اول ما قلت لها بسط بسط وبسط مقام خلاص يا مستر انا فهمت. انت قصدك تقول لي العلاقات، والعياذ بالله قصدي اقول لك العلاقات، مش العلاقات اللي في بالك، هي علاقات تانية بصراحه. تعال انا اقول يا مستر بقول لك ان الت هتساوي الكاف على الزين. انا لازم بقى اعرف العلاقات بين الثلاثه دول. انا دلوقتي عندي 3 رموز. طب يا ترى يا مستر لو ثبتت الزين ثبتها يعني بقت ثابته وزودت الكاف ايه اللي يحصل للت؟ ما دي علاقات. والعلاقات عندي نوعين او 3. مستر 3 ازاي يعني؟ هقول لك دلوقتي. الثالثه دي مش عليك دلوقتي بس هقولها لك برضه. عندي نوع علاقه طرديه، زادت الاثنين يزيدوا مع بعض. تقول لي طب لو قال له، طب ما بقول لك مع بعض في ظهر بعض ما بيفرقوش بعض، يمين يمين شمال شمال فوق فوق تحت تحت كله. طب العلاقه الثانيه عكس طرديه، سبحان الله، عكسيه. فعكسيه لو واحد طلع الثاني ينزل، واحد نزل الثاني يطلع، واحد شمال الثاني يمين، واحد زاد الثاني قل، وهكذا. طب العلاقه الثابته واحد يزيد الثاني. بقول لك انا زدت مفيش، نو سيجنال. يعني ايه؟ يعني ثابت لا يتغير بتغير الاخرين يا باشا. يعني انت رحت يمين انا ثابت، رحت شمال انا ثابت. عارف صاحبك ده يلا يا جدعان نروح بلاي ستيشن، لا والله يا اسطى مش قادر. يلا يا جدعان نروح ناكل، لا يا اسطى والله مش قادر. يلا يا جدعان نلعب كوره، لا يا اسطى والله مش قادر. اعملوا منشن، ابعت له الفيديو ده، قول له يا باشا انت بص انت يا عيل يا معاق. طيب فقال لك والله يا صاحبي يلا بقى نبدا نخش في الجديد. ايه اللي هعمله هنا هنحتاجه في القانون اللي جاي والقانون اللي بعده. اللهم بلغت. فبعد اذن سيادتك ركز معايا قوي هنا الحته دي مهمه، باذن الله اخرجك فاهم الدرس ده من اوله لاخره وحافظه، ولكن انت اللي هتحدد هتركز معايا وتجيب اخرك ولا بطه بلدي. انت شكلك بطه بلدي والله العظيم. طيب قال لك يا باشا في الرياضه السين دي اعرف عنها 3 حاجات هي ما تعرفهمش عن نفسها. اول حاجه الأس بتاعها بواحد، هي س بواحد على طول. تاني حاجة المعامل بواحد والمقام بواحد. أنا عايز دي أصلا، هي مقام أي رقم أي حاجة أي رمز مقامه كام؟ مقامه بواحد بس خلاص، يبقى ده مقامه بواحد. لما بقول لك إن الت مقامها بواحد معنى كده إن الت دي بسط ولا مقام؟ بس خلاص بسط. طب الكاف واضح جدا اللي هي بسط بس يا باشا خلاص. الت مع الكاف بسط وبسط طلعوا مع بعض علاقة طردية. والزين مقام. خلاص يا صاحبي يبقى زي ما انا ما قلت لك، يبقى بسط ومقام تقول لي علاقه عكسيه. طيب يعني ايه يا باشا صار علاقه طرديا؟ ويعني ايه علاقه عكسيا؟ ويعني ايه الكلام ده؟ كلمه يا جماعه طرديا يعني لو زادت تزيد مع بعض. يعني بص لو قلت لك الت هتساوي الكاف على زين، لا ايوه عشان ده ما يحدث عند زياده الكاف الى ضعف وهكذا. فرق بين الضعف وفرق بين مقدار الضعف هقولها لك برضو. الكاف دي والله يا صاحبي لقيت ان هي مثلا زادت بمقدار 2، خلاص مش الكي والكاف علاقه طرديه يبقى خلي بالك مع ثبوت الزمن، يعني خلاص الزمن ما بقاش بره المعادله. قال لك برضو خلاص يبقى الت تزداد للضعف بس. طب صلي على النبي. نعكس بقى نعرف طريقه العكسيه بعد كده نخش في الاسئله. لما اقول لك ان الت هتساوي الكاف على زين تقول لي ما انا عارف يا استاذ انت جاي تجدد عليا. لا ما تعالى بقى، الزين قلت، ما ينفعش اقول قلت للضعف. يعني انت لو معاك 50 مثلا او معاك 100 وبقيت 50، انت كان معاك 100 ونقصت بقيت 50 يبقى انت نقصت للنص صح؟ هل ينفع اقول لك انت قليت للضعف؟ ازاي؟ ضعف ال 100 200 اصلا، بتقول لي قل للنص. فيا اما انت تجيبها بالبديهيات بدماغك يا اما تعملها بالطريقه دي.
قلت للنص. ها يلا يا باشا، دي كده قلت للنص، عايز اوديها الناحيه الثانيه، كده كده توديها بالعكس، يعني مش عكس الاشاره يا قلبي، مش هنا اقل هناك يزيد. شقلب، اعمل عمليه شقلبيشن. يعني ايه شقلبيشن؟ والله يا ابني ما اعرفش، لسه قايلها دلوقتي. طيب 1 على 2 تروح الناحيه الثانيه، 2 على 1 ب2، يعني زادت الى الضعف. وكذلك لو قلت لك يلا لو دي قلت للتلت، هناك تزيد 3 امثال. كلام جميل صح؟ كلام جميل، كلام سميل. ايه؟ كلام جميل، كلام جميل. بص تعالى بقى نفتح كتاب الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كتاب الامتحان بيقول لك ايه. يعني تعالى بس يا رب اعرف الاقيه اصلا، هو فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الطريقة دي ركبتي. ما سمعتش الطريقة انت اكيد، بس والله انا سمعتها. بسم الله. ايه ده؟ ما فتحتش الكتاب ده من ايام ما كنت في الدرس الثاني؟ يلا يا عم اخلص، يا عم اخلص، يا عم اخلص، يابا اخلص. ثبت. عيب عليك والله يا جدعان، يعني تعمل لي تمثال. طيب بسم الله. بقول لك يا صاحبي كده، اقرا ماشي. إلى نواة، بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، إلكترونات سالبة تدور حول النواة، ماشي في مستويات الطاقة، تضعف أو تنعدم قلناها، تتحرر هذه الإلكترونات ويطلق عليها اسم إلكترونات الحرة، اللي هو الإلكترونات الحرة دي يا جماعة اللي هي التيار الكهربي، وعلى هذا الأساس تصنع أسلاك التوصيل الكهربي. فلزات تتميز، أهو فلزات تتميز بضعف قوة التجاذب بين أنوية ذراتها وإلكترونات التكافؤ بتاعتها. طيب بيقول لك ان والله العظيم وهو ماشي كده بيمشي بالطريقه ديت، زي بس نكتب كده، هو ماشي بيمشي بالطريقه دي، طريقه كده دي. بيقول لك التيار الكهربي هو عباره عن تدفق الشحنات الكهربيه. يعني ايه شحنات كهربيه يا صاحبي؟ اللي هي الالكترونات السالبه، ماشي، خلال الموصلات المعدنيه. موصلات يعني ايه؟ يعني الفلزات او الموصلات اللي هي الاسلاك في الدوائر المغلقه، ولا مفتوحه ولا مغلقه؟ مغلقه. ليه؟ ما ينفعش مفتوحه. لو مفتوحه ما ينفعش تتحرك، تقول لي الف من الناحيه الثانيه. ما تهزرش معايا يا اسطى، ما تهزرش معايا. طيب هنا بيقول لك والله احنا عايزين نعمل دايره كهربيه. ماشي يا عم، دي الشكل في الحقيقه، الشكل هو مفتوح اهو، خليك فاكر ده كده مغلق. ماشي، مفتوح في الدايره بس نفسها اهو، مغلق اهو. طيب السلك، اي سلك، مصدر للتيار، قول لي كده ده عمود جاف لكن دي بطاريه، اهو ده عمود لكن دي بطاريه، اكتر من عمود. بيقول لك خلي بالك ان الخط الاقصر يمثل القطب السالب والاطول يمثل القطب الموجب. تمام؟ بص، اقصر صالب، الاقصر صالب، قولها صالب بس اكتبها سالب بالله عليك، يعني فصالب اقصر. وقال لك والله يا باشا انت عندك في مجال يتم دراسه بعض المكونات الاخرى. عندك في الدايره ديت حاجه اسمها الاميتر. يلا قول لي الاميتر ده بيقيس لي ايه؟ شده التيار. طيب شده التيار بتوصل على ايه؟ آلة التوالي، وتقاس بوحده قياس. مش هو اسمه اميتر؟ اميتر يبقى اسمها امبير. تقول طب مستر مش هتكلمني عن التانيين؟ لا يا عم مش هكلمك، مش دلوقتي. طيب بيقول لك في الدائرتين الكهربيتين التاليين لماذا يضيء المصباح في الدائره واحد ولا يضيء؟ طب يلا واحد اهو، سبحان الله مغلق عشان هو دائره مغلقه. طب دي مفتوحه. طيب تعالى بقى يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، فكر وراجع مع معلومك. فكر. السؤال ده مهم جدا. اكتب الاجابه تحت في الكومنتات وانا اخش اعمل نفسي اقول لك دي صح ولا غلط. طيب الخصائص الايه الفيزيائيه لشده التيار او للتيار: شده، فرق، مقاومه. تعرف انت فين ورايح فين. احنا خلصنا على فكره. فاجئتك صح؟ عيب عليك. تعال بس الوحدات، يعني تعريفات بسيطه. قال لك شده التيار هي كميه الكهربية، اللي هي كميه كهربائيه اللي هي كافه كولوم، اي مقدار عدد الالكترونات. بس بقى ما ينفعش اعدها فبقول كميه. عارف انت اللي هو ايه؟ ده بالكيلو، مش بواحد ولا باثنين. لو مثلا عايزين رز تقول له عايز رزايه، لا تقول له بالكيلو. المترفقه عبر مقطع من النص خلال 1 ثانيه. ماشي يا باشا؟ تمام. طيب خلي بالك هنا عشان هنقول لازمه معانا او هنقول تركه عشان نسهل الوحدات ان شاء الله، نسهل تعريفات الوحدات. ده مش تعريف وحده. هقول لك بعد كده اي تعريف يبدا باسم يعني مثلا كميه كهربائيه يقول لي كولوم، شده التيار يقول لي امبير. تمام؟ فخلي بالك الحته دي ده لا ينطبق على التركه اللي احنا بنقول عليها. طيب هنا الجدول بقى بيقول لك ان شده التيار اللي هي الت قلناها على فكره كاف زين
قال لك الجوده الكليه وحده قياس شده تيار امبير اللي بتتقاس بايه؟ اميتر، بتوصل على التوالي، يعني موجب مع موجب سالب مع سالب، دي هنقولها لما نوصل. الكميه الكهربيه بالكولوم والزمن بالثانيه، لازم يجب. طب لو اديها لك بالدقيقه تضرب في 60. طب لو اديها لك بالساعه تضرب 60 في 60، خليك فاكر، او 3600. وهنا بيقول لك ان احنا ممكن نشيل الكلام ده كله ونكتب وحدات القياس في القانون ذات نفسها. يعني شيل شده تيار وحط امبير، شيل فرق، شيل الكميه الكهربائيه حط كولوم، شيل الزمن وحط ثانيه، هيطلع لك امبير بيساوي كولوم على ثانيه. وهنبدا ندور، لو في المساله شفت كولوم شفت ثانيه تجيب امبير. مثلث زي اي مثلث يا جماعه، هديك حاجتين تجيب لي الثالثه، معروفه جدا. طيب بيقول لك ما معنى ان شده تيار يعني كميه الكهربائيه، تكتب التعريف وتقول له في الاخر ان هي ب2 من 10 وكميه كهربائيه يبقى كولوم. ما دام بدات بكميه كهربائيه يبقى قول لي كولوم في الاخر. طب بص هنا، ده ممكن يجي لك في صوره مساله كميه الشحنه الكهربائيه المتدفقه عبر مقطع موصل في زمن قدره 1 ثانيه، يبقى ده الزمن. تقول لي هو الزمن ينفع يبقى بثانيه؟ عادي، يعني ثانيه وب 20000 ثانيه، احنا مالنا. بيساوي 5 كول. خلاص انا معايا الكاف يا جماعه ومعايا الزين، فكاف على زين بيساوي 5 امبير. عايزك تتعامل مع القانون ده زي العين بتساوي ف على زين، الت بتساوي كاف على زين. وفي يعني بعض المدرسين مشكورين جدا، انا بصراحه ما بحبش اقول الجمله ديت، يعني بيقول لك تيتا كلت زبادي. يعني ايه؟ تيتا لا يا شده، انا معاك في اي حاجه، جاي لك شده تيار كلت كولوم زبادي زمن. ماشي كويس يعني، جميل. اللي بعده يعني بصراحه انا ما قلتهاش، يعني في بعض المدرسين، مش بعض المدرسين، في طلاب قالت لي تيتا خالد زبادي. طب يا ابني عرفتها منين؟ مستر مدرس بقى الفلاني كنا في المراجعات فعرفتها. تمام الحمد لله يا عم ماشي. وبناء على العلاقتين 1 و2 تقدر تجيب تعريف للامبير. الامبير هو شده التيار الناتج عن مرور كميه كهربائيه مقدارها 1 كولوم عبر مقطع من زمن. يا اسطى يا رب تجيلك اكتب المصطلح. طب لو جات لك عرف، يا رب تحلها. بس هو حفظ حفظ، حاول تلصمها. الحته دي صعبه صعبه، وفي لسه في 3 4 كمان تاني. طيب لو جات لي اكتب مصطلح، اعرفها منين؟ تعالى معايا. او اي تعريف يبدا لك باسم كميه كهربائيه او كميه فيزيائيه اللي هي شده تيار والكلام ده كله. شده تيار وانا مغمض ده الامبير. طب كمل يا مستر. تعالى هتلاقي في النص الكولوم وتلاقي الثانيه، وما دام قلت كولوم وثانيه، كولوم ثانيه، فاكر القانون اللي فوق؟ كولوم ده كميه كهربائيه، ثانيه ده الزمن، يبقى ناقص لك شده تيار. لا، ما شده تيار اهي يبقى اسمها امبير. وحدات اكلمك وحدات تكلمني وحدات، اكلمك كميات تكلمني كميات، ولو كلمتك بالاصول تكلمني بالاصول عشان انت راجل جدع. تعال وانت بنت جدعه، وتعملي لايك دلوقتي وشير لاصحابك في الجروب بتاعكم السري، اسمه جروب البنات السري، والرجاله عاملين نادي الرجال السري. نادي الرجال يا سبحان الله. تعالى يا عم بص اتفضحنا خلاص، انا فضحتكم خلاص. طيب قال لي بسم الله الرحمن الرحيم ده الكولوم. تقول لي عرفت ان انا مثلا بدات بكميه كهربائيه، ماشي. هل دي بس؟ هل اي يعني ابدا بكميه الكهربائيه تقول لي ده كولوم على طول؟ قلت لك هتلاقي الوحدتين الباقيين فين هم؟ هتلاقي ان هنا 1 امبير وهنا 1 ثانيه، فامبير ثانيه، امبير ثانيه. بص كده، امبير ثانيه ناقص لك مين؟ كميه كهربائيه، بس كميه كهربائيه اهي، يبقى ناقص لك الوحده كله. طيب والله يا مستر عندنا طبعا الكلام ده كله يا جماعه احنا قديم جدا، اكيد ما دام انت عرفت ان الت بتساوي كاف على زين تعرف تجيب الت كاف على زين، تعرف تجيب الزين كاف على ت، تعرف تجيب الكاف ت في الزين. ماشي تعال نحل مساله. احسب شده التيار الناتج عن تدفق كميه من الكهرباء. خلاص ماشي. على فكره انا هقول ان دي كاف مش علشان اللي قبلها كميه من الكهرباء يا قلب المستر، عشان دي كولوم. والله. تاني حاجه، خلال مقطع من النص لمده نصف ساعه. ولا ايه ده؟ ينفع؟ انا واثق فيك وانت تضيعني نص ساعه بالساعه؟ انا عايزها بالثانيه. فتقوم قايل لي شكرا ما نحرمش من حضرتك، النص في 60 في 60 هتبقى باين ب 1800 ثانيه. تعال نشوف كده، انا رحت بعيد ليه؟ ما هي موجود. يبقى هي دي التركه، اول تركه هتقابلها اللي هي 1800 ثانيه.
وتقوم قايل لي خلاص انا معايا 5400 كولوم على النص ساعه، لا ما بقاش نص ساعه، بقت 1800 ثانيه هتساوي 3، وهساوي وشك بالارض لو ما كتبتش وحده القياس. يا جدعان بنتعب وربنا، انا كمدرس ومدرسين كلنا بنتعب. يا ابني وحده القياس، يا ابني وحده القياس، يا ابني وحده القياس، يا ابني وحده القياس. حط وحده القياس، ما ينفعش رقم. فاكر لما قلت لك انا 5 ساعات تقولي 5 ساعات ازاي؟ اهو حط وحده القياس. اسف ما انا انفعلت، اتمنى اكون وصلت لك وحده القياس مهمه قد ايه. ان شاء الله. باشا العلاقات عبيطه جدا، خلصناها اصلا. تعال ايه اللي يحصل؟ بص انا عايزك تخش كده العلاقات وانت مايسترو. حط ايدك في جيبك كده، بص زي كده، ايدك في جيبك مايسترو. تعال اذا زادت كميه الشحنه الكهربائيه، ماشي بص شايف ده؟ كخيع ايه ده؟ ما والله لا. وربنا بيجي لي كرشه نفس. شوف انا مدرس وبعرف احل بدي، انا بعرف احل بدي، وعلى فكره بعرف احل بقى حاجات كتير كمان يعني. بس ليه اصلا صعبه على الناس؟ ما تسيبوا المدرسين يا جدعان يشتغلوا. طيب قال لك مش انت قلت لي يا مستر ان الت بتساوي الكاف على الزين؟ قلبي ده انا اللي قلت لك وكل الناس قالت لك كده. طب لما الكاف تزيد للضعف، مش الكاف والت علاقه طرديه؟ ما قال لك ماذا يحدث للشحنه؟ ماذا يحدث لشده التيار؟ يبقى انا عايز دي. يلا خلي دي كمان هتزيد للضعف. خلاص يا باشا تعالى كده بص، سبحان الله سبحان الله. هو بقى بيقول لك كده اللي هي تبقى ب 100 تبقى تزيد ب 200 فالزمن ثابت، ف 100 على 10 ب 10. طب لما زادت بقت 200 على 10 ب 20، يبقى ال 20 ده في بلح لبن تمر هندي يعني. تعال نشوف دي. كوخ اذا زاد الزمن، بس خلاص تعالى. ت هتساوي الكاف على زين. طب يلا كده، هو الزمن بيقول لك ايه؟ زاد للضعف، يعني زاد للضعف. انا اسف حقك على امي، ماشي. هو زاد الزمن يبقى الزمن اللي تحت زاد للضعف، والضعف دي اللي هي 2 على 1. خليك فاكر 2 على 1. فلما تيجي تشقلبها الناحيه، حتى بص قلت ايه؟ تشقلبها، فده يقل وتبقى 1 على 2، خلاص يبقى قلت للنص. فين يا مستر؟ اهي سهله يا باشا الحمد لله. طيب بص كده، لو انت معاك 100 جنيه وزدت للضعف ونقصت للنص، ايه؟ يعني ايه؟ معاك 100 جنيه، والدك يا عم او والدتك ربنا يا رب يخليهم لك، او لو كانوا ربنا توفاهم يعني فربنا يرحمهم لك يا رب، فندعي لهم بالرحمه يا جماعه، وندعي لكل الناس بالرحمه. خليك فاكر ان اي فيديو بنزله لك هي صدقه جاريه عن يعني ستي الله يرحمها، وعن امواتنا كلهم، امواتنا كلنا، وعنك كمان، عني بقى صدقه جاريه عني بقى، فاهم؟ فيلا تعال بس انا بصدق اخرج بره الدرس والله مش عارف ازاي. قال لك والله يا صاحبي انت كان معاك 100 جنيه، والدك قام مديك 100 جنيه عليهم، فانت كده زدت للضعف ب 200. راحت امك بقى قالت لك ايه؟ قالت لك انا معاك 200 جنيه هات احوشهم لك. قلت لها لا مش خدي 100 جنيه اللي بابا اداها لي، مش عايز حاجه منك. انا انت بتكلم امك كده ليه اصلا؟ ما تكلمش امك كده. عموما يعني عايز اقول لك بس ان انت كان معاك 100 بقيت 200 بقيت 100 يعني انت زدت نقصت. اقول ايه؟ ظليت ثابت تظل ثابت، ولا اتحركت يمين ولا اتحركت شمال، ولا زدت ولا قليت. ماشي يا باشا تعالى. هي ايه الفكره؟ اذا زادت كميه الشحنه الكهربائيه للضعف، خدناها فوق، لما الشحنه زادت للضعف شده التيار زادت للضعف، فبقت مضروب في 2، بقت 2 ت، وفجاه قل الزمن للنص. ولكن هنا في مشكله، لما يقول لك زاد الزمن للضعف تقول له بقت ثابته. طب هنا لا ده قل الزمن. طب مستر انا عايز اعملها، مش عارف. تعالى صلي على النبي. بص كده بيقول لك ان الت هتساوي الكاف على الزين. الكاف دي زادت للضعف صح، خلاص، وقلت للنص. خلي بالك دي مش مساله واحده، دي مسالتين، فامسك لي واحده. ممكن كأن دي مش موجوده دلوقتي، امسك لي دي. الكاف مع الت زادت للضعف، يبقى دي كمان تزيد للضعف، فبدل ما دي كانت ت تبقى 2 ت، وتقول لي بتساوي كاف على الزين. حلو انا خلصت دي خلاص. تعالى على اللي تحت. هي الزين قلت ليه؟ الزين قلت للنص. حلو، تروح الناحيه الثانيه
بالشقلبه. ليه يا مستر؟ لان دي عكسيه. فتقول لي كمان ان 2 ت دي زادت، ولكن زادت كمان ل2. اوبا، زادت للضعف، وال2 ضعفها كام؟ ضعف ال2 كام؟ او اضربها 2 في 2 بكام؟ ب4. برافو. يبقى كده دي كده تخرج الناحيه الثانيه 4 امثال. فلو انت مثلا يعني بص بقى، انت العيله الحلوه العيله الجامده دي، تعالى ابوك اداك 100 جنيه في العيد، راح امك تسكت؟ انت هتعلي عليا يا حاج؟ انا خد يا ابني 100 جنيه كمان، بقى معاك 300. ستك بقى، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها، ستك بقى، والله يا جماعه المشهد مؤثر جدا، ربنا يرحمه. ستك بقى، انتوا اديتوا له العيل، اديتوا له 100 جنيهات، خد يا ابني 100 جنيه انت كمان، بقى معاك 400 جنيه، زيد 4 امثال. فاهم؟ شفت الفرق في الاول؟ يا جماعه لما تيتا بتبقى عايشه الدنيا بتبقى حلوه الحمد لله. والله اول ما تيتا تموت الدنيا بتبقى يعني احسن شويه، يعني الحمد لله الحمد لله. طيب تعالى هنا بقى يا باشا، بص يا باشا، هنا تركه جامده. بص يا صاحبي، هي برضه، بص تحس كده ان هي مصر. اقرا كده، اقرا. اذا زادت كميه الشحنه الكهربائيه المرة عبر المقطع من موصل للضعف، ماشي، زادت للضعف ماشي، وقل زمن سريان النصف، بقت 4 امثال. الله، بص دي، لا حول ولا قوه الا بالله. فين يعني؟ اذا زادت كميه الشحنه الكهربائيه المرة عبر المقطع من موصل بمقدار الضعف، وقل زمن سريان للنصف، ما مستر ما زادت للضعف وقلت للنص، يعني 4 امثال. لا ثانيه كده، بمقدار الضعف. يا قلب المستر، بمقدار الضعف يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك انت معاك 100 جنيه او معاك 100 جنيه، ربنا يبعتها لك يعني. طب وليه؟ طب ما احنا يا جماعه نعمل مسابقه على الدرس دوت ان شاء الله باذن الله، وتنزل على قناه الواتساب زي ما عملنا في مراجعه الوحده الاولى، وعلى 100 جنيه. يلا بينا، يلا، وتبقى العيديه بتاعتك يعني، ممكن نديها لك على العيديه، على العيد على فكره كمان. معاك 100 جنيه، لما اقول لك انت زدت للضعف يعني انت بقيت 200 بس. طب لما اقول لك انت زدت بمقدار الضعف، مقدار الضعف يعني انت كنت 100 وزودنا عليك ضعف ال100 بقت 200. ايوه، لا مش فاهم يا مستر. يعني انت كان معاك 100 ولما زودنا عليك مقدار ضعف ال100 بقينا 200، فلما 200 زائد ال100 بس خلاص بقينا 300 جنيه. تقول لي اللهم صل على سيدنا محمد، مش فاهم حاجه. تعالى قلب المستر، كلمه الضعف يعني اضرب في 2 على طول، ضعف اضرب في 2. طب بمقدار الضعف هتضاعف الاول وتزود على الاصل. بمعنى ايه؟ انت كان معاك 100، ضاعفها، حطها على جنب 100 دي، بص ارميها على جنب، رميناها. هات 100 ثانيه، ضاعفها بقت 200، هات ال100 اللي انت رميتها هناك، اجمعهم بقوا 300. الله عليك يا استاذنا، والله ربنا يبارك لك. فبدل ما هنا ما كانت 4 امثال، انت كنت تضرب 2 في 2، لا هنا هتضرب 2 في 3. 2 في 3 تبقى 6 امثال. طيب هنا بيقول لك بقى العلاقه الطرديه والعلاقه العكسيه. وكلما زادت وكلما قلت، انت اصلا خلاص فهمتها. جهاز الاميتر يستخدم في قياس شده التيار المار في الدائره الكهربيه، ويرمز له في الدائره الكهربيه بالرمز A. ده الاميتر لو عايز بقى تدخله في الدائره الكهربيه، وموجب سالب. خلي بالك ان القطب الاحمر او الطرف الموجب الاميتر اللي هو الاحمر بيبقى مع الموجب لان هو اصلا موجب، والطرف السالب بيبقى مع السالب. ليه؟ عشان ده توصيل توالي. طب نحطه فين في الدايره؟ احنا المره اللي فاتت حوالي 10 دقايق ربع ساعه قلت لك ان دي موجب سالب، ده عمود جاف او عمود كهربي، مصباح كهربي، مفتاح سلك. مين ده بقى؟ اوبا، ده الاميتر. لازما السالب ده لما نيجي نمشي كده 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 يجي مع السالب دوت. طب لو جه على الموجب قفله، ماشي. طب الموجب ده لازم يبقى كده 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 كده. الكشاف ده ينور ولا ما ينورش؟ بص كده عليه، ايه رايك؟ مقفول يا مستر. قال لك الكشاف ينور والاميتر ياخد قرايه. طب مستر ده كده، تعالى بص بسم الله الرحمن الرحيم. لو في تيار في قرايه للاميتر، لو ما فيش تيار الاميتر قرايته بزيرو، صفر، لا يوجد قراءه. ليه؟ لان ما فيش تيار. تعالى كده، انا بقيس قوه التيار، فلو التيار موجود هيقيس القوه، مش موجود هيقيس ايه؟ ما فيش اصلا حاجه اقيسها، هتبقى بصفر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي على فرق الجهد. ماشي، تعالى بس كده، اهو والله العظيم يا جماعه سهل جدا، وربنا بص الحاجات دي عبيطه. فيقول لي شغل ماشي، يلا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنفك بها العقد وتتفتح بها دماغك عشان تفهم. يخرب بيتك. تعالى بنفس الفكرة اللي خدناها من شوية، ولكن هنا هنقل حاجة. يعني ايه كلمة فرق؟ فرق يعني طرح. فرق الجهد يعني فرق في الجهد. سبحان الله، يعني انت بتقولها لا قصدي يعني عندي سلكين او بطاريتين في فرق في الجهد، فالكبير بيصب على الصغير. دي تبع للمقولة اللي انا اخترتها، الكبير بيصب على الصغير. مش فاهم يا استاذ؟ هفهمك ولكن بالحرارة الاول. لو جبنا جسم درجة حرارته ب 100، ممكن بس يعني ايه عشان احقاقا للحق نعمله الاحمر، درجة حرارته ب 100 يعني اكيد يبقى سخنيت. وجبنا جسم درجة حرارته ب 50، هو ليه كبير قوي كده؟ نعم بس. وجينا يا مستر قمنا مقربينهم من بعض. بس ثانية قرب كده. قربناهم من بعض، عملنا وصلة ما بينهم، وصلناه. اتضح لي ايه؟ ان الكبير يصب على الصغير، ان السخن يبرد وان البارد يسخن. فالحرارة راحت يا اسطى. الحرارة راحت من ال 100 لل 50 بالشكل ده. طب تقول لي بس تعالى بقى. بص بقى هنلعب دواخين يا ليمون، انا والايه الجسم ايه والجسم بي. من ايه البي طبعا. 100 تروح هنا تبقى 100، 50 تيجي هنا ويلا. لا يا اسطى، الحراره تبدا تروح درجه درجه لحد ما يحصل حاجه اسمها ثبات، اتزان حراري. لحد ما يحصل حاجه اسمها اتزان حراري. طب اجيب منين الاتزان الحراري ده؟ بص بقى، الناس الفاشله مش فاشله، الناس اللي ما عندهاش خبره في الرياضيات يقول لك يبقى هنا 99 هنا 51 98 52 97 53 50. بلح يا اسطى. اجمع 100 زائد 50 على الاثنين. ايه يا اسطى انا اسف حسبت نفسي. يلا 100 زائد 50 على الاثنين 75 درجه. هيحصل التساوي عند 75. اول ما دي تبقى 75 ودي تبقى 75 بس، ولا انت في حالك وانا في حالي، ولا انا اجي لك ولا انت تجي لي يا عم، عشان انا والله العظيم فيا اللي مكفيني وخلقي ضيق. ماشي اعمل لايك. طيب قال لك والله يا صاحبي طيب عندك شروط عشان يحصل الكلام ده. ما هو مش بالبلدي كده بقى، لا قال لك في شروط. اول شرط لازم يبقى فيه اتصال. يعني ايه مش فاهم؟ توصيل. ده اول شرط. طب تاني شرط ولا لو الاثنين اصلا كانوا 75 يلا هل يحصل فيهم خد وهات؟ لا ولا اي حاجه. امال ايه؟ لازم يبقى فيه فرق في درجه الحراره. طيب تعالى بقى يلا نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات هتكتبها في الكومنتات. يعني لا مش هقول اكتبها، تعالى هنا اقول لك خلاص. انا بحب زي ما لك اقول لك انزل اكتب في الكومنتات، انزل اكتب في الكومنتات. صل على النبي. جسم ايه؟ جسم بي. يلا يا باشا قول لي يعمل ولا ما يعملش. لو هنا ب 100 وهنا ب 100 ووصلناهم ببعض لا يحصل انتقال للطاقه. ليه؟ مفيش فرق في الجهد. لازما الشرطين يبقوا ايه؟ لازم الشرطين. اتمنى تكون بتاخد سكرينات من اول حلقه، يعني ايه حلقه اول فيديو. طيب بص كده 100 50 تقول لي بس يحصل التواصل، يحصل يا مستر، يحصل نقل الحراره. كان نفسي اقول لك بصراحه بس لا يحدث. تقول لي لا ليش يا مستر؟ يا ابني ده في حاره ودي في حاره ثانيه. هل هنا في توصيل؟ هنا في توصيل. هل هنا في توصيل؟ لا يوجد توصيل. فايه اللي يحصل؟ لا يوجد نقل الحراره. لازما يبقى توصيل ولازما الاثنين يبقوا متوصلين. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هناخد حاجه اسمها فرق الجهد. فقال لك بقى تعالى نطبق على فرق الجهد. الجسم ايه؟ اللي هو ب 100 جول. تقول لي يعني ايه جول يا مستر؟ ما هي دي بقى وحده قياس الجهد الكهربي او فرق الجهد. عندي حاجه اسمها الجهد الكهربي هنعرفه بقى طبعا برضو جوه ان شاء الله في التعريفات. طيب وهنا مثلا جسم بي دايما بي بيطلع اكبر من ايه؟ ب 50 جول.
هل ينفع دلوقتي يتم انتقال كهرباء؟ تقول لي والله يا مستر اول شرط تحقق، فرق في الجهد، فرق في الجهد. تاني شرط فين التوصيل؟ لو وصلت يدينا يا باشا والله العظيم في من هنا لهنا قشطه. احنا كده خلصنا الحته ديت. يلا بينا يا صاحبي على الفرق الجهد، على الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد. الدنيا صعبه قوي هنا. تاني كميه معانا في النهارده، او تاني خاصيه معانا. قال لك والله انت عندك حاجه اسمها فرق الجهد. قلت له يا عم ماشي، ماله بقى؟ قال لك هيساوي برضه شرط تتكسر حاجه اسمها الشغل المبذول. الشغل ايه؟ المبذول. مثل لازم اكتب مبذول؟ لا، شغل عادي. طيب اصلا تشوف حاجه دلوقتي غريبه جدا على حاجه اسمها كميه الكهربيه. اصلا انا فاهم كده؟ وات ماشي. كميه الكهربيه، كلام سليم. تقول لي 1 سكند بليز مستر، الكميه الكهربيه دي كانت في شده التيار. اقول لك ممتاز ولدي ممتاز، هذا موجود هناك. ايه ده؟ احنا ممكن نعمل لينك؟ اه يا قلبي ممكن نعمل لينك، وهقول لك في الاخر اللينك ده هيجي ازاي. ماشي يابا؟ في الاسئله طبعا دلوقتي يعني بعد ما نخلص. فرق الجهد بيساوي الشغل المبذول على الكميه الكهربائيه. تقول لي حبذا يا باشا، تعال عايز ايه؟ قبل اي حاجه انا محتاج ارمز، اديني رموز. يا عم اديك رموز ثانيه بس كده. ايه اظبط المايك. سامعني؟ الو علاء؟ سامعني. فرق الجهد يا باشا ده كان اسمه الجيم. بص فرق جيم. ماشي. الشغل المبذول بص بقى يعني مش عارف اقول لك بس. اولا انت عارف ان دي كاف طبعا وبالكولوم، ها يعني ما تستعبطش ما تستعبطش، الله يرضى عليك، كاف كولوم. الشغل المبذول، ابوس ايدك صف النية. طب يا عم كنا نخليها غير. لا يا اسطى، شغل صف النية بالله عليك بالله عليك. طب المهم يا صاحبي، ينفع اكتب مقدار من غير وحدات القياس؟ لا، يبقى ايه الناس تقول عليه ايه؟ بس اقول وشي. كتبنا اول وحده اسمها كولوم. طيب فرق الجهد، قال لي فرق الجهد بيتقاس بوحده قياس اسمها فولت. وانا كنت قلت ان دي جول. ثانيه كده. ده الشغل يا جماعه. انا اسف يا صاحبي، انا اسف. دي فولت. طيب يعني يا ريت حضرتك قبل ما تنزل تكون نزلت عملت كومنت شتمتني مثلا وقلت لها مستر انت ما تفهمش، انت وده عيب طبعا وحرام والكلام ده كله. تكون اهدى عليا بالله عليك. طيب قال لك فولت. طيب دي كده الوحده. طب الجهاز زود له ايتر، فولتا ميتر. يبقى ده الجهاز. اسمه ايه؟ اسمه الجهاز. بتوصل في الدايره عليه. لو الاميتر بتوصل في الدايره على التوالي فالفولتميتر على التوازي. طيب كلام سليم. الشغل المبذول هنا بقى وحده قياسه بالجول. طيب هل في اي لعبكه هنا؟ لا. هل في اي عوق؟ لا. امال انت عايز ايه يا عم؟ تعالى انا عايز المثلث، اديني مثلث. طيب صلي بينا النبي. لازم مين فوق؟ الشغل. مين هنا؟ الجيم. مين هنا؟ كاف. ينفع اغير؟ عادي. مين الشغل؟ شغل يا مستر ده الشغل المبذول، وحده قياسه بالجول. الجيم فرق الجهد، وحده قياسها فولت. وخلي بالك الفولت ده الجهاز بتاعه اسمه فولتاميتر، يوصل في دايره على التوازي. طب الكاف كولوم عادي بقى، كاف كميه كهربيه كولوم. طب انا لو ما لقيتش الكميه الكهربيه لازما تلاقي الاثنين الباقيين اللي هم الت والزين. عارف هتعمل ايه؟ انت هتلاقي ده بس جيم، وتبقى عايز الشغل ومش لاقي الكاف. تقول لي ايه ده؟ ايه القانون العبيط ده؟ ده انا 3 حاجات مديك منهم حاجه واحده. يلا بقى اشتغل. اشتغل ايه يا اسطى؟ مش هعرف.
بس الحاجه دي انت تقدر تجيبها من هنا، فانا هبقى محتاج فرق الجهد. وتقول لي في ت وزين، هو ايه اللي جاب الت وزين؟ ينفع على فكره الت تيجي هناك ولكن في المقابل، بس ايه الت والزين دي؟ ده اكيد ت وزين، ت وزين، ت وزين يا انا عايز الكل، عايز الكميه الكهربيه. ولما نجيب الكميه الكهربيه تحطها مكانها وكفى الله المؤمنين شر القتال، ماشي. ولكن انا يا مستر هنا اتعلقت او لازما اتعرض لحاجه اسمها المكافئات. يعني ايه مكافئات؟ يعني انت عندك حاجه اسمها الفولت، ايه المكافئ بتاعها؟ يعني ايه اللي ممكن يتحط مكانها؟ هجيبه من القانون. مش انت عارف ان الكاف بالكولوم؟ تقول لي خلاص. اعتبر ان بص المثلث دوت وحدات قياس. يعني الفولت هنا، الجول هنا، الكولوم هنا. فعايز الفولت يبقى جول لكل كولوم او جول على الكولوم. والحمد لله على سلامتك يا بيه. هتعمل كده في الباقي. فهمت الفكره؟ تطبق وتنفذ. يبقى انا احفظ الاول دوت قانون، ارمزه، اجيب له وحدات قياس، اسلسه، بعد كده اقوم حاطط وحدات القياس عليه، ويلا انا عايز الفولت جول على كل. طب بص كده بكل ولا مايسترو شغال. طب لو عاوز الجول يبقى فولت في كولوم، فولت بوينت كولوم. يعني ايه بوينت يا باشا؟ بوينت يعني مضروب فيه، اهي مضروبه. طب لو عاوز الكولوم تقول لي عندك الكولوم ده يا استاذ اهي جول على فولت. ولكن دي احنا نسيناها هناك المكافئات دي. حضرتك عاوز الكولوم ممكن تقول لي امبير في الثانيه، يبقى ده قانون تاني. تقول لي امبير في الثانيه. فالكولوم ينفع تحط مكانها جول لكل فولت او امبير في الثانيه. طب السؤال هيجي لي ازاي؟ يقول لك يلا مكافئاتك دي اول حاجه. يقول لك يلا لو وحده قياس جول لكل فولت، يبقى الكميه الكهربائيه، ركز انا قلت الكميه الكهربائيه او الكميه الفيزيائيه اسمها ايه؟ هتقول لي كولوم. غلط، كولوم دي وحده القياس للكميه الكهربائيه. طب بلاش تعالى لما اقول لك هو الفولت في كولوم دوت، الفولت في كولوم ده الكميه الكهربائيه، الكميه الفيزيائيه بتاعته اسمها ايه؟ هتقول لي جول. اقول لك غلط، اسمها يا دكتور الشغل يعني. طيب اتمنى الحته دي ارخم حته في الدرس، اتمنى تكون فهمتها شويه. طيب لسه هنعملها تاني كمان شويه. طيب تعال نرجع لكتاب الامتحان ونشوف بيقول لنا ايه. بسم الله. هروش بالقلم. بسم الله. السعادة طبعا. طيب تعالى كده بسم الله. بص اسرع بقى شويه. بيقول لك لما الجسم يبقى ايه اعلى في درجه الحراره وبي اقل، الحراره تتنقل من ايه لاعلى لو في قضيب معدني او في توصيل. طيب هنا ونفس الكيفيه في الشحنات، اعلى جهدا اقل جهد، يبقى تتنقل من الاعلى للاقل، بشرط طبعا ان هم يبقى موصلين حتى يتساوي. يستمر ذلك حتى يتساوي فرق الجهديهما، اي يصبح فرق الجهد بينهما صفر. يعني لما تيجي تطرح 75 من 75 تلاقي صفر. انتقال الشحنات الكهربيه من موصل مشحون الى موصل اخر مشحون لوجود فرق في الجهد بينهما. طب لو ما فيش فرق في الجهد خلاص ما ينتقلش. 30 و20 وفي توصيل، اذا يلا بينا تلامس موصلان مشحونان وكان الجهد الكهربي لاحدهما اعلى من الجهد الاخر، تنتقل الشحنات الكهربيه من الموصل الاعلى جهدا الى الاقل جهدا. طيب على الناحيه دي توصيل موصلين مشحونين لهما نفس الجهد حتى لو اتوصلوا فرق الجهد بصفر، مفيش يا باشا توصيل. طيب قال لك فرق الجهد بين الطرفين هو مقدار الشغل المبذول لنقل كميه من الكهرباء مقدارها 1 كولوم بين طرفي هذا الموصل. طبعا التعليق اهوت الفولت بيساوي جول على كولوم. تعالى ما معنى قانون ان فرق الجهد بين طرفي موصل 20 فولت، اي ان مقدار الشغل، ما دام قلت مقدار الشغل يبقى اخر حاجه تقولها ايه؟ بالجول. مقدار الشغل المبذول نقل كميه من الكهرباء مقدار 1 كولوم بين طرفي هذا الموصل يساوي 20 جول، وهكذا بقى يا جماعه. برضو هنا دي دايما بتبقى مساله كده احنا هنحل مسائل قدام. تعالى على تعريف الفولت. المستر قال لي من شويه ان والله يا استاذي تعالى نشتغل بالبتاع ده شويه، وحشني والله العظيم وحشني. طيب بسم الله. بس ممكن ترميه هنا عادي.
ارميه هنا عادي. طيب قال لك يا صاحبي لما تلاقي اكتب مصطلح، اكتب مصطلح كده كده تحفظ الحاجات دي. اوله كميه كهربائيه اسمها فرق الجهد، قول لي دي الفولت. بشرط ان تلاقي 1 جول 1 كولوم. بص كده على القانون، 1 جول 1 كولوم، يبقى الباقي لك ايه؟ الباقي لك هو الفولت. ماشي. انا لازم بقى اعمل كده، فتعالى جنبي هنا بعد اذنك. تعالى كده بسم الله. طبعا دي احنا خدناها، لو عايز الجيم الشغل على كاف، لو عاوز الشغل يبقى الجيم في كاف، وهكذا. طيب اذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنه كهربائيه مقدارها 300 كولوم. بص بقى يا صاحبي يا استاذي والله دي بص قبلها الشغل المبذول، يبقى اكيد ال 300 دي اكيد الشغل. خطأ. انا ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالكولوم دي كاف. دي تلخبطك ليه؟ عشان انت اهوجي. بدل نقطتين يساوي 3300 جول. بس خلاص. الواد الذكي يقول لي بس يا مستر دي الشغل يا مستر، اقول له 1000 شغل عليك، 1000 شكر عليك. احسب فرق الجهد سهله يا عم. معايا الكاف معايا الشغل، عايز الجيم بتاع 111 وعرض القياس فولت. خلص. طيب يا استاذي والله بالله عليك الرياضه محتاجه ان انت تبقى فاهم، المسائل محتاجه ان انت تبقى فاهم، ملم بالماده، ملم انت عايز ايه، انا في انهي قانون من الثلاثه. لازم تعرف انت فين ورايح فين. اصل تمشي في الصحراء هتمشي كده يا باشا؟ لا هتوه. فمعلش سيادتك اول ما تلاقي بص تلاقي والله يا مستر ايه ده في جول. في حد والله العظيم يا جماعه، والله العظيم في حد اقول له يا ابني معانا الجول ومعانا الكولوم، يقول لي يعني عايز ايه؟ مش عارف يا مستر. انت وحش. انت يا مستر انت بتضغطني يا مستر، انت بتضغطني والله يا مستر عايز يا ابني. ايه يا ابني في مالك مالك انت كمان؟ ما قلنا كولوم مش جول، عايزين الفولت، وقلنا الفولت بيساوي الشغل على كاف، فقلت الشغل على كاف هيدينا 111 فولت. عايز ايه يا عم؟ بلا قرف بقى يا جدعان بقى، شغلانه جابتنا الارض. طيب نسينا اقولها دي. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. تك باشا استقالة. مش انت قلت لي ان الجيم بتساوي عمك الشغل على كاف؟ قلت لي ورب الكعبه انت تعرف تشتغل لوحدك دلوقتي من غير ما اكمل، ولكن طبعا لازم اكمل، يعني معروف في حد فتح الفيديو على الحته دي فلازم اكمل. الجيم دي بسط ولا مقام؟ بسط. يبقى دي بسط ودي كمان بسط، سهله. بسط وبسط خلاص علاقه طرديه. فلو الشغل زادت الجيم هتزيد، زادت للضعف تزيد للضعف، زادت 3 امثال تزيد 3 امثال. هي سهله الحمد لله. طب يلا بسط مع مقام خلاص سهل. بسط ومقام علاقه عكسيه. طيب حته يعني ان شاء الله ما يجيبها لكش، دي العلاقه الطرديه، دي العلاقه العكسيه، خليك فاكرها ماشي يا صاحبي. يبقى كده لو عايز تقول لي ت والكاف طردي، بص ت وكاف طردي من الوحده الاولى، من الحته الاولى ت وكاف طردي. طيب ت وزين عكسي، طيب هناخد امثله عليها باشا. والله العظيم انا تعبت، فيعني مش هناخد امثله لان احنا اوريدي اصلا خدنا قبل كده امثله. طيب بس الحته اللي هي بمقدار الضعف دي موجوده هنا برضو؟ لا مش موجود بس يعني دي الحته دي برضو معروفه خلاص. يلا باشا خش على جهاز الفولتميتر، خليك عارف انه يستخدم في قياس فرق الجهد بين اي نقطتين او بين طرفي موصل في الدائره الكهربائيه المغلقه. لازم المغلقه هنا بقى مش مغلقه، هنا ينفع تبقى وينفع تبقى مغلق مفتوح، بس هنعرف امتى. رمزه في فولتميتر في عادي سالب موجب. قال لي وصل في الدائره الكهربائيه بين نقطتين بحيث ان الطرف الموجب للفولتميتر اللي يبقى الاحمر يساوي الموجب والطرف السالب بس بشرط واحد، ان يبقى بالشكل ده يوازي. عارف يعني ايه يوازي؟ ما تعرفش انت يعني ايه يوازي؟ بص كده شايف دي؟ تحس انها يوازي. لكن الاميتر بص، الاميتر كان بيتحط كده في النص ويقول له اركب هنا ولا قول له اركب هنا يا باشا واشتغل. بص توالي على نفس الخط.
السالب مع السالب بس مش في نفس الخط. تمام. قال لك بص بقى يا صاحبي، عندنا حاجه مهمه جدا 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 جدا، الا وهي القوى الدافعه الكهربيه، الا وهي قاف ميم كاف. قاف دال كاف. ايه قاف ميم كاف دي يا جماعه؟ قاف دال كاف قوه دافعه كهربيه. قال لك عند توصيل الفولتميتر حلو مع قطبي المصدر الكهربي، لازما المصدر الكهربي. ايه المصدر الكهربي يا جماعه؟ اللي هو دي سالب موجب في الدائره الكهربيه المفتوحه، يبقى شرط مفتوحه قاف دال كاف. ماشي. فان الفولتميتر في هذه الحاله يقيس فرق الجهد بين طرفي الموصل او ما يسمى بالقاف دال كاف. لا قاف دال كاف. ماشي. مش فاهم يا مستر، تعالى اوريك. ركز كده، ايه الفرق بين دي ودي؟ تقول يا مستر عمود مصباح فولت سلك اوبا مفتاح مغلق اوبا مفتاح مفتوح بس. وهو مغلق يقيس لي فرق الجهد، وحده قياسه فولت. فرق الجهد وحده قياسه فولت، معروفه قلناها من شويه. طب القاف ده الكام؟ قال يا باشا قاف ده الكام برضه وحده قياسه فولت، بس بشرط تبقى مفتوحه. سهله وبسيطه. قال لك ما معنى ان القوه الدافعه الكهربائيه البطاريه هي سياره 12 فولت؟ هي ان فرق الجهد اسمع بين قطبي هذه البطاريه في الدائره الكهربائيه المفتوحه. هل ينفع اقول فرق الجهد هنا عادي، بس هيبقى مفتوح يساوي 12 فولت. وحده قياسها بالفولت. احسب شده التيار الكهربي المار في الدائره الكهربائيه. تعالى بقى، ايه ده يا استاذ؟ يا نهار ابيض. تعالى كده نشوف، صلي على النبي. انا يا جماعه عايز اجيب الت بتساوي كف على زين، انت عارف صح؟ طيب انا يا مستر معايا الزين. اوبا معاك الزين، فين الكاف؟ الكاف مش موجود. طب بص كده، معايا جهاز هنا اسمه الفي. مين الفي؟ ده فولتميتر، مش لازم اكتبها لك هنا على فكره، ده الفولت. يبقى فرق الجهد هيساوي 5 فولت. دور على اي مثلث خلصان. يعني تعالى كده، ده مثلث عندنا اهو، كان الت بتساوي كف على زين. انا اصلا عاوز انا عاوز الت. الزين معايا، الكاف مش معايا، يبقى انا ما ينفعش اشتغل بالمثلث دوت. تعالى على المثلث الثاني اللي احنا خدناه النهارده، اللي هو ايه؟ الشغل فوق وجيم وكاف. يلا كده بصي على معايا الجيم ومعايا الشغل اهو اللي هو ال 20 جو. اوبا تعرف تجيب الكاف؟ يا هلا وحبذا. الكاف بتساوي ايه؟ الكاف بتساوي 20 اللي هي الاثنين دي. 20 ولا 2 دي؟ 20. ال 20 جول على ال 5 فولت. طيب يلا 20 على 5 بتساوي كام؟ الكاف هتساوي 4 كولوم. طب صاحبي، مش احنا كده دلوقتي جبنا الكولوم، جبنا الكاف، ومعانا الزين. الكاف ب4. بص كده تعالى يلا. الكاف ب4 والزين ب2. 4 على 2 ب2 امبير. 2 امبير. يا رب تطلع صح يا رب. يا الله يا ولي النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ايه ده؟ بص الله العظيم يا جماعه. بص ورب الكعب، اتخرجت، خلصت ثانويه عامه واتخرجت وبقيت مدرس الحمد لله، وبنشرح على اليوتيوب بقى، فاهم؟ يوتيوب يعني اي حد يخش يتفرج ويلاقي لك غلطات والدنيا والدين، وكل ما احل مساله صح لازم انا اعمل كده. بس طبعا يا جماعه مش اي مساله، يعني المسائل اللي فوق ما احنا حليناها، لا دي مساله تحس بفخر بعد ما تحلها. افرح يا اما، والله العظيم ابنك بقى مدرس شاطر الحمد لله. انت اللي تقول مش انا. طب بص كده، هنا يقول لك الفكره. بص يا صاحبي، هندمج الاثنين ببعض. مش حضرتك عاوز شده التيار؟ والله لازم يبقى معاك الزمن والكميه. طب ما انا معيش الكميه. قال لك خلاص تجيبها، ما احنا معانا الشغل ومعانا فرق الجهد، ما انا مش مديك دول عبث. طب تعمل ايه؟ شغل على فرق الجهد يديني كميه ب4. 4 على 2 ب2. الحمد لله على سلامتك يا بيه. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا بينا على المقاومه الكهربيه. واحنا ساخنين كده يا باشا. كمان الفيديو لسه ما عداش الساعه يعني، فيعني والله العظيم عاملين شغل جامد جدا الحمد لله. قال لك يا باشا المقاومه الكهربائيه مش هنروح بعيد. تعالى هنا عشان انا محتاج اوريك الرسومات. قال لك اول حاجه يا باشا، معلش يعني احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ بنتكلم في المقاومه. وانا ما قلت مقاومه يبقى عكس التيار. بص حتى الاثنين عكس بعض. ماشي. قال لك
ايه تلقى السيارات؟ تلقي السيارات يعني ايه؟ تلقي السيارات اثناء سيرها على طرف مطبات صناعيه تعوق حركتها وبنفس الكيفيه. ايه اللي بيحصل؟ سياره ماشيه يا جماعه مطبات صناعيه، يلقي او يلقى تلقى يا جدعان، تلقى يلقى التيار الكهربي. ابنك بقى مدرس شاطر في الفيزياء وبليد في العربي، يا نهار ابيض حسدت نفسي والله الحمد لله. يلقى التيار الكهربي اثناء سريانه في موصلات، طبعا موصلات معدنيه ممانعه، خلاص يبقى المقاومه ممانعه. تعوق سريانه تعرف بالمقاومه الكهربائيه. ما هي المقاومه؟ ممانعه التي يتلقاها التيار اثناء سريانه في الموصل. مين اللي بيقيسها؟ جهاز اسمه جهاز الاوميتر. خلي بالك، يبقى انا كده عندي اميتر فولتميتر وعندي اوميتر. اميتر شده التيار، فولتميتر فرق الجهد، اوميتر المقاومه الكهربيه. واضح جدا، واضح ان المقاومه الكهربيه بوحده قياسها تعالى كده، وحده قياسها بالاوم. ليه؟ يعني بص، اميتر امبير، فولتميتر فولت، اوميتر اوم. قال لك خلي بالك انت عندك انواع المقاومات نوعين، مقاومه ثابته ومقاومه متغيره. تقول وش هذا؟ ولا نفس الشيء؟ ما هي دي عملناها كده اهوت ودي كمان عملناها كده اهو، ما ايه اللي حصل؟ قال لك لا، ده عليه سهم كده من فوق بنسميه ريوستات منزلق او الزالق. والزالق ده بيتحرك، فيا اما يكبر المسار يا اما يصغره. ولو الطريق طول السلك طول، شد التيار فوفي. التيار فوفي جدا، لما الطريق بيطول قوته بتقل، فمعنى كده ان الشده بتقل. تمام، ممتاز يا مستر. فقال لك تعالى نشوف الريوستات المنزلق اللي هو ريستات. محتاجين مدرس انجليزي. طيب ايه ده؟ بص، هتخش لي كده بوشك في الجهاز دوت مش تفهم حاجه. افهم ازاي؟ قال لك والله يا صاحبي لازم تبقى عارف 3 مناطق او منطقتين بالذات، الاي والبي. ماشي. الاي ده مكان دخول التيار، دخل مثلا من هنا يفضل يمشي في الاسلاك والسلك كده بص ملفوف 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 ملفوف. كل ما يمشي سلك اطول كل ما تلاقي المقاومه ازيد. تمام، تحس دي علاقه طرديه، حتى هو قايل لك تحت طول السلك يزيد مقاومه تزيد. طب بص كده، تعال نكمل. لا يا قلبي ما تكملش، ما هو الملف دوت بيطلع كده ويقوم مكمل كده. فهو كده اسالك سؤال، هل مشي من ايه لحد السي؟ لا. هل خد السلك كله؟ لا. هل خد المقاومه كلها؟ لا. تعالى كده، صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ادي مقاومه صاحبي، هي المقاومه دي ثابته ولا متغيره؟ لحد دلوقتي يا مستر والله هي مقاومه ثابته، لان ما فيهاش الريوستات المنزلق، ما فيهاش الزالق اللي انا بتحكم فيه. طيب اول حاجه، دي نقطه اسمها نقطه ايه؟ هنسميها نقطه الدخول. ماشي. نقطه الخروج لو كانت هنا اهو على طول البي، مبروك عليك يا صاحبي، حضرتك كده مشيت السلك كله، مشيت المقاومه جميعها، كل المقاومات. طب تقول لي يعني عايز ايه يعني يا عم يا الاستاذ انت عايز ايه يعني؟ لا، ما هو ما مشيش هنا، احنا عملنا زالق. خلي بالك ان كل ده سلك يا جماعه، سلك ها ملفوف كتير جدا. عملنا زالق هنا كده، ويلا بينا نشوف بقى عندك البي وعندك السي. فين نقطه الخروج؟ قال لك بس هي دي نقطه الخروج، اسمها سي الخروج. طب باشا هو معلش يعني البي؟ لا يا باشا ما رحناش اصلا، احنا بص باللون الازرق. حضرتك دخلت من الايه، جميل، مشيت كده كده كده، تكمل؟ لا، قال لك اوبا اطلع فوق بس. وبعد ما تطلع فوق يا باشا كمل في السلك دوت وخد الطريق الدائري واطلع المحور واخرج بالسلامه بره الريوستات المنزلقه. يبقى كده من ايه وصلت لبي؟ لا. خدت كل السلك؟ لا. طب بص كده، ايه رايك لما احرك الريوستات اخليه هنا اهو كده؟ ايه اللي هيحصل؟ تتوقع المقاومه تزيد ولا تقل؟ انت شايف بس اهم حاجه صح؟ بص كده، دخلت من هنا مشيت ده كله اهو المفروض تيجي تطلع هنا، لا قال لك كملت، فانت كده خدت مقاومه ثانيه زياده ولا ما خدتش؟ خدت. يبقى لما اسالك الحاله الاولى اهي، ودي مثلا دي الحاله الثانيه،
مين المقاومه اعلى؟ تقول لي الدي. ليه؟ عشان طول السلك بقى ازيد. تبقى لو مشيت ناحيه خروج التيار او مشيت ناحيه البي، كل ما طول السلك يزيد في دماغك بقى، كل ما طول السلك بيزيد كل ما حضرتك المقاومه تزيد. طب لو قللنا طول السلك، يعني جبنا الريوستات ده مثلا عند الايه، بص كده، جس وات، حضرتك داخل كده بسم الله الرحمن الرحيم، بص والله العظيم يا جماعه عنب، وربنا الشرح ده عن عناب. تعال حضرتك داخل كده تخرج كده. هل حضرتك مريت على اي حاجه من الاسلاك ديت؟ والله ما مريت. والله كان نفسي امر على المقاومه هذه ولكني تعثرت فطلعت فوق على طول، خدت الطريق بقى. ده الدائري بجد، ده حرفيا بقى مفيش زحمه، مفيش قرف، مفيش اي حاجه. فهنا والله هنقول لك ان المقاومه اصبحت بصفر، ما بقاش في مقاومه اصلا. حضرتك هنحط المقاومه اللي عشان نقلل عشان نقلل التيار. طب ما خلاص كده مفيش تيار، مفيش قصدي مقاومه، يبقى التيار اعلى ما يمكن. طب بص كده، لو احنا عملنا كده، بص نفس الرسمه دي يا جماعه، تعالى كده، وهنا النقطه ايه وهنا النقطه بي. ها يلا يا عم، على فكره انا كده خلصت كل الامثله اللي في الدنيا على الحته دي. وجبنا الريوستات، بدل ما تجيبه في النص قمنا جبناه هنا اهو. نسال السؤال، اسال. يلا يا صاحبي، فين نقطه الدخول؟ اهي. فين نقطه الخروج؟ السي يا باشا اهي. يلا امشي مع التيار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، ادعي دعاء السفر، اللهم انت الصاحب في السفر. يلا يا عم. ايه ده يا مستر؟ يا مستر ده خد المقاومه كلها، ده ما بقتش مقاومه متغيره. امال بقت ايه يا قلب المستر؟ دي بقت مقاومه ثابته. بقت مقاومه ثابته ليه؟ لان حضرته البي كان نفسه ياخد المقاومه كلها، خدها كلها وعداها كلها وطلع عند السي. خد من ايه لحد البي بس، يعني خلصانه. ماشي يا باشا. فلو انت كده بسم الله الرحمن الرحيم، بديهيات بقى بديهيات، لو هو جاي يخش خرج يبقى ده كده مفيش مقاومه. طب هو جاي يخش دخل اهو، دخل بص، راح يلا 1 2 3 4، قعد مثلا 3 ثنايات وخرج، دي مقاومه. طب لو قعد 4 5 ثنايات دي مقاومه زادت، 6 7 ثنايات دي مقاومه زادت اكتر. خد الثنايات كلها بقت مقاومه ثابته. يشهد الله يا عم ان احنا ظبطنا لك الدنيا دي كلها. انا الحته دي وانا صغير وانا في سنك وربنا يعني ما كنتش فاهمها. ريوستات منزلقه يا مستر، يلا ماشي. وتقريبا نقصت الترم الثاني باين عشان الحته دي، نص درجه. الحمد لله. قال لك بقى تعالى، هي اصلا دي معموله عن ايه؟ ده عباره عن ساق نحاسيه. خلي بالك، اسطوانه من البورسلين، دي بتيجي يا جماعه في الامتحانات، مهمه جدا. الاسطوانه من البورسلين ديت ماده عازله اصلا. فقال لك ملف من سلك معدني مقاومته كبيره، ملفوف من صفحه والاسطوانه من ماده عازله كالبورسلين، اللي هو يا جماعه زي البورسلين دي يا جماعه، اللي هي الماده اللي هي بتعمل، عارف انت السيراميك والبورسلين نفس البتاع. وبيثبت طرف سلك بمسمار. بص اقرا بقى يا جماعه، الحاجات دي حاجات عبيطه جدا. بص اهي، الاي والسي والبي، خروج منين؟ خروج من البي. قال لك اذا تم توصيل مسماري طرف سلك روسات A وسي بالدائره الكهربائيه، فان يعني بص بقى الاي بالسي يصبح مقاومه ثابته. ما انت عارف مش هيبقى كده بقى، هتجيب ده كده وتقوم حاطه هنا اهو. ايه اللي يحصل؟ خد المقاومه كلها. وعشان تتحكم في شده التيار المار في الدائره الكهربائيه، وبالتالي التحكم في فرق الجهد بين اجزائها المختلفه، الاساس العلمي تتناسب مقاومه الموصل تناسبا طرديا مع طوله. يعني حضرتك كل ما طول السلك زاد كل ما المقاومه هتزيد. ودي خلاص اصل احنا قلناها 100 مره يعني. تزداد المقاومه بزياده الطول، تقل المقاومه بنقص الطول. هي بقى ماشي. تعتمد امكانيه التحكم في قيمه المقاومه بالتحكم في طول السلك المعدني المدمج بالدائره الكهربائيه، فان تحريك الزالق المعدني يتغير طول السلك. ولو انت بقى بدماغك التيار خد سلك اطول، معنى كده يا بابا ان المقاومه بقت اعلى، اي انه بزياده طول السلك المدمج في الدائره الكهربائيه تزداد المقاومه الكهربائيه. ماشي يعني. ما نتاج زياده طول السلك المدمج في الدائره تزداد المقاومه الكهربائيه. بس المقاومه المتغيريه هي المقاومه التي يمكن تغيير قيمتها للتحكم في قيمه كل من شيء. طب بص، حد يقول لي يا جماعه انا ليه اصلا اعمل مقاومه؟ والمقاومه بتعيق التيار، لان المقاومه زي ما قلت لك عكس التيار. طب ما انا اخلي التيار جامد قوي، خليه بص يخش في اللمبه يولعها، حرفيا هيولعها، حرفيا هيفنجرها. فنجرت ليه؟ ما التيار لما بيزيد قوته بتزيد،
السلك اللي بتاع اسمها ايه؟ اللمبه او الليد بتاع اللمبه مش هيستحمل، فايوه يلا بره. طيب ماشي يا باشا. بص بقى تعالى هنا كده. ما اصل تحريك زاويه الكيلوسات الف الى النقطه الف. يعني بص هو كان هنا، انا جاي اقول لك انت شايف، رحت لقيت البتاع اصلا قفلت. يا رب يعني ما تبقى، يا رب تبقى قافله واحنا مش عارف. يا رب يا رب تبقى قافله في الاخر يا رب. طيب والله بس احنا معانا الطيار دخل كده، نط من هنا، عدى كده، نزل هنا، مشي دي كلها. يبقى هو كده مشي مقاومه ولا ما مشيش؟ مشي مقاومه. ايه دليلك؟ سلك اهو. طيب الفكره بقى هنا ايه؟ هو عايزك تجيب الريوستات بدل ما هو في النص، عايزك تجيبه عند النقطه الف. فتعالى نعيد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي يا باشا يلا. 1 2 3 هوبا، نط النطه. يلا يلا يلا. ايه ده؟ خش يا ابني. ما جبنا الريوستات هنا بقى، خليك ذكي بقى، دي مش موجود دلوقتي. تك 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 تك. ايه ده ايه ده؟ فين المقاومه؟ للاسف يا مستر ما عدناش. يا ابني الاسف في ايه؟ دي حاجه حلوه. تعالى. قال لك والله خلاص كده ما بقاش فيه مقاومه، المقاومه بقت بصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نتائج الزرق فان قيمه المقاومه هي فين؟ ايوه احنا بنحل فوق. ما اصل تحريك ذلك الرياضات على شده التيار. قال لك شده التيار هتزداد. ليه؟ لان المقاومه قلت في الدائره الكهربيه، فلما المقاومه بتقل بتلغيها شده التيار تزيد. زي ما قلت لك المقاومه عكس التيار. عند تحريك الذلك الى النقطه بي. تعالى بقى نعمل كده معلومه مهمه جدا. بص يا صاحبي، هنجيب النقطه بي. تعالى كده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. جبناه مره عند ايه؟ الف، هنجيبه عند ب. بقت كده. ده ما بقاش موجود يا صاحبي. تعال نجيب له الازرق عشان تبقى فاهم. والله يا باشا خرجنا من يعني دعينا دعاء السفر وخرجنا من قلب اسمه ايه؟ العمود. تك تك تك. هتروح كده؟ غلط يا باشا، مقفوله. نزلنا كده. يا دي ادعي دعاء السفر يا اسطى. يا الله يا الله. ايه ده؟ ده احنا خدنا المقاومه كلها. فلما بناخد المقاومه كلها بتبقى اسمها مقاومه ايه؟ ثابته. يبقى ايه اللي يحصل لشده التيار؟ تقل عشان المقاومه زادت. ماشي بص كده. المقاومه تزداد. مثلا دي هتبقى ايه؟ مكتوبه ايه؟ اهي. ماشي. فكر وراجع معلمك زي ما قلت لك. فكر بقى حضرتك ونبقى نعملها باذن الله واقول لك صح ولا غلط. هتلاقي الاجابات تحت يا جماعه، مش هسيبك لوحدك على فكره. ودي الاطلاع فقط، سيبك برضو منها، عايزين المهم في الاهم. تعال بقى على القانون العام اللي اسمه اوم. تقول لي اوم؟ انا خدت اوم ده قبل كده يا استاذ. مش ده اللي هو الاوميتر يا ابن اللعيبه؟ صح، برافو عليك. مش ده اللي هو وحده القياس اللي اسمها اوم؟ تربيتي. مش ده اللي المقاومه يا جامد بقى. خلاص بقى كفايه عظمه بقى، كفايه. ده انت جامد جدا. خلاص يابا. لقينا ايه يا استاذي؟ والله لقينا ان الواحد اللي اسمه اوم ده ما اسموش اوم بس، اسمه جورج سيمون اوم. اوم يا اسطى، اسمه اوم. قال لك اكتشف خصائص الكميه للتيار الكهربي. كميه. واستنبط قانونا في الكهرباء عرف باسمه تخليدا لذكراه. ماشي، عارف انت. اقرا بقى الحاجات دي. يوضح العلاقه بين شده التيار وفرق الجهد والذي يمكن تحقيقه باجراء النشاط التالي. طيب صلي على النبي باشا. شايف الكلام ده كله؟ انا مش محتاج منه غير دول. هيقول لك والله اوجد. احنا يا جماعه عملنا قانون، عملنا كده بالشكل ده، عملنا رسم بياني. بص تعالى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا بطاريه، كونا الدايره. على فكره الدايره دي مهمه يا جماعه، بعد اذن حضرتك احفظها. ليه؟ احفظ زي ما هي. تحفظ ان الفولتميتر هنا فيه وقف مقاومه ثابته، هنا ريوستات في النص، مفتاح، بطاريه، اميتر، فولتميتر وسلك. ليه؟ لان ممكن يجي يقول لك يلا ارسم لي دايره تحقيق قانون اوم. والله يا مستر قال لك عين فرق الجهد بين طرفي المقاومه الثابته وشده التيار. بعد كده غير بقى في الريوستات. لقينا ايه؟ لقينا ان حضرتك كل قراءه الفولتميتر اهي، مره اس ب 2، اس ب 4، اس ب 6، اس ب 8، اس ب 10. كلام سليم. عمالين بنزيد. والاميتر 2 من 10. يبقى ده كده امبير. ها يبقى يا جماعه احنا هنا بنقيس فولت، ها، وهنا بنقيس امبير، وهنا بنقيس اوم لان دي مقاومه.
هو اصلا ما قالكش ان دي مقاومه، بس هي دي مقاومه. بعد 4 6 8 1 تقسم ده على ده، ده على ده، ده على ده، ده على ده، يطلع لك ب 10. تقول لي يعني ايه يا مستر؟ انا والله يا باشا غيرت في الريوستات، فالفرق الجهد بدل ما كان 2 بقى 4، لقيت ان شده التيار بدل ما كانت 2 من 10 بقت 4 من 10. حاجه رباني. زادت بنفس المقدار. لو دي زادت للضعف دي زادت للضعف. وليه يا مستر تزيد للضعف؟ عشان لما تيجي تقسم ده على ده يطلع لي مقدار ثابت لا يتغير. وبما انه مقدار ثابت يبقى علاقه طرديه، يبقى خط مستقيم. لكن لو كان خط عامل كده خط عامل كده يبقى دي علاقه طرديه برضو ولكن مش منتظم. قال لك خارج قسمه الجيم على ت تساوي مقدار الثابت. المقدار الثابت ده حضرتك عرفناه فيما بعد باسم الميم. وات اوف ذا مينينج اوف ميم؟ المقاومه الكهربائيه. وقال لك ايه؟ قال لك ان شده التيار الكهربي المار في المقاومه الثابته تتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجه الحراره، وهو يعرف بقانون اوم، وده امتحان 2026. كل المحافظات يلا اضرب واقلب يا مستر. يبقى اول حاجه يقول لك ان فرق الجهد بيتناسب تناسبا طرديا مع شده التيار عند ثبوت درجه الحراره. طب ايه اللي يحصل لو الحراره اتغيرت؟ دي بقى مش عندك، دي في ثالثه ثانوي ان شاء الله. ماشي فيزياء. وقال لك الصيغه الرياضيه لقانون اوم، هيقول لك ان والله عندك الميم في الاخر بقى بتساوي الجيم على ت، ودي اللي انا عايزها اصلا، مش عايز اكتر من كده. مثلثك الجميل بقى يا صاحبي، يلا باشا. ادي الميم وادي الت وادي الجيم. تقول لي يا نهار اسود يا نهار ابيض مستر، هو اللي انا بفكر فيه ده صح؟ بصراحه ما بعرفش بفكر فيه بس هو صح. تقول لي ده مثلث فيه كل المثلثات. صح، احنا كده بنفكر زي بعض. ده انا لو عاوز الميم والت لازم يبقى معايا الجيم، ولو مش معاك الجيم دي فرق الجهد بتساوي ايه؟ بتساوي الشغل على كميه كهربائيه. يا خبر ابيض يا لهوي يا ليله وحشه وحشه يا ليله وحشه. اللي وحشه هي دي. فعموما كل الحاجات دي هظبطها لك. يمكن ممكن ده الدرس الوحيد اللي ممكن انزل لك عليه بعيدا عن اي حاجه، ممكن انزل لك عليه حل اسئله او حل مسائل. والله يعني انا حاسس ان انت تبقى ضايع فيه. لو عاوز يا عم حل مسائل انزل اكتب لي عايزين حل مسائل يا مستر، ربنا يبارك لك يا رب، يشفيك يا رب، يا رب تتجوز، ويا رب بص ورب تجيب 100,000. ادعي بقى ادعي كتير بقى، فاهم؟ ادعي. طب بنفس الفكره لو عاوز الت لازم ابقى مديك الميم والجيم، او مثلا عايز الجيم يا عم لازم ابقى مديك الميم والت. فلو معايا الميم خلاص مش الت مش معايا. انت عايز الت تعمل ايه؟ تروح تجيبها من القانون بقى بتاع الت، فتدخل مثلثات في بعض، حاجه اسمها مالتي فيرس. عارف يا جماعه سبايدر مان مالتي فيرس او دكتور سترينج مالتي فيرس؟ بنات ممكن ما تعرفوش، ولاد تعرفوا، يعني عالم مارفل يا جماعه. لو عارفه انزل اكتب اللي انت عارفه. عايز اشوف دماغي زي دماغك، يعني انت مولود 2011 تقريبا، يعني عايز اشوف انا 2002 اصلا، فانا اشوف انت دماغي زي دماغك، يعني اتفرجت على الحاجات اللي اتفرجت عليها مارفل وكابتن وايرون مان وكابتن امريكا والناس دي ولا لا؟ يعني نلعب كوره مع بعض اكيد. قال لك قانون اوم تتناسب شده التيار تناسبا طرديا مع فرق الجهد. قلناها. المقاومه الكهربائيه دي النسبه بين، يعني نسبه يعني حاجه على حاجه بين فرق الجهد وشده التيار. طيب مش محتاجين بقى يا باشا نروح في حته احنا عملناها اصلا. المقاومه الكهربائيه يا جماعه يبقى بوحده قياسها الاوم وتقاس بوحده الاوميتر. تقول لي مستر طب بتتوصل على التوالي ولا التوازي ولا ده ولا ده؟ مش بتتوصل هنا، مش عليك مش عليك. وهيساوي فرق الجهد على شده التيار. طبعا انت عارف الاوم والفولت والامبير. هنا لازم نقول لك على حاجه بقى، تعال. معنى كده ان الاوم زي ما قلت لك هيساوي الفولت. لا انا عايز اكتب بالمثلث، معلش لا مؤاخذه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ادي الاوم وادي الفولت وادي الامبير. مستر لازم الفولت يبقى فوق؟ يا قلب المستر، اوعى تنزلي تحت. طيب لو عاوزين الاوم تقول لي بس سهله، عايزين المكافئات فولت على امبير اهي. لو عاوزين الفولت، محدش ليه اتصل لحد دلوقتي، ماشي. اوم في بص، لان ده موجوده فيها يا جماعه في الامبير. طب لو عايزين الامبير هيساوي والله مستر الفولت لكل اوم.
لحد دلوقتي الدنيا تمام. هنا في فولت يا جماعه ماشي. طيب كده الامبير ليه كام حاجه؟ ده ليه حاجتين، والفولت كمان ليه حاجتين. الامبير ده يا باشا كان اللي هو الكولوم في كولوم على الثانيه، امبير كان كولوم على ثانيه او كولوم لكل ثانيه، والامبير فولت لكل اوم. طب الفولت كان والله يا مستر الجول لكل كولوم، جول على كولوم. طب الفولت برضه اوم في امبير. فهبقى فاهم الاوم هو الوحيد الاكسكلوسيف هنا، يعني دي حاجه بسيطه. الكولوم موجوده برضه في الاثنين، فاهم؟ فيعني ربنا معاك. الحمد لله خلصت ثالثه اعدادي. انت بقى الدور عليك. قال لك لقينا يا صاحبي، لقينا مقاومه موصل 25 اوم. ماشي. ما معنى ان مقاومه موصل اي النسبه بين فرق الجهد واطرافها زي ما وصل شده التيار 25 اوم. هنا بقى قلنا 25 اوم بجد، ليه؟ لان هي مقاومه اصلا. طب دي بص، النسبه بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشده التيار 20 فولت على الامبير. باشا معانا الفولت معانا الامبير، يبقى دي اوم. فهمت لما كنت بقول لك انت هنا ممكن تشيل الفولت والامبير تحط اوم؟ وممكن تشيل اوم تحط مكانها فولت وامبير، مفيش اي مشاكل. التعريفات يا قلبي ده اكتب مصطلح. بص مقاومه موصل يبقى اسمها الاوم بشرط 1 امبير 1 فولت، امبير فولت ناقص لك الاوم. الامبير شده تيار او شده تيار اسمها الامبير بشرط 1 اوم 1 فولت. نفس الكلام ماشي يا صاحبي؟ نفس الكلام برضو قلناه، ودي مسائل نبقى نحلها مع بعضينا كده زي ما قلت لك، احتمال اعمل لك مسائل. الحته دي جامده جدا. بص هنا فرق الجهد بيحاول يدفع ايه الرسمه دي اصلا؟ ازاي يرسموا حاجه زي كده؟ ان شاء الله يا عم ايه القرف ده؟ طيب قال لك تعالى، ما النتائج المترتبه على احتراق المقاومه الثابته؟ مش المقاومه دي عباره عن سلك؟ بما ان المقاومه الثابته دي عباره عن سلك، لو اتحرقت يصبح الدائره مفتوحه. فبما ان الدائره مفتوحه، هل في تيار؟ مفيش تيار. هل الاميتر يقرا؟ مفيش اميتر، مفيش يقرا اصلا. طب الفولتميتر يقرا وما يقراش؟ يقرا قفض الكاف، اوعى تنسى قفض الكاف. والدائره مفتوحه بيقيسها بالفولت. طب وهي مغلقه يقيس لي فرق الجهد. فقال لك والله تصبح قراءة الاميتر بصفر، مفيش اميتر اصلا ما ينفعش. وقراءة الفولتميتر تكون مساوية لقيمة القوة الدافعة الكهربية اي مصدر الكهرباء. ايه اللي يحصل لزيادة فرق الجهد بين طرفي موصل الدفع مع ثبات درجة الحرارة بالنسبة لشدة التيار؟ قلنا علاقة طردية طبقا لقانون اوم. تزداد للدفع. زيادة قيمة المقاومة، المقاومة يا جماعة علاقة عكسية. علاقة ايه؟ عكسية. خلي بالك في بس معلومة مهمة جدا، ممكن ما يكونش قالها لك بس هيجيبها لك في أسئلة. المقاومة تؤثر ولا تتأثر؟ باشا يعني ايه يا باشا تؤثر ولا تتأثر؟ باشا انا اؤثر في اي حاجه واثر عكسي. طب هل حد يأثر فيا؟ لا. يعني لو شده التيار زادت المقاومه ثابته. لو فرق الجهد زاد مقاومه ثابته. ليه؟ ما بتتأثرش. لكن المقاومه لو زادت، فرق الجهد يقل وبالتالي شده التيار تقل. الحمد لله على سلامتك. تعالى يا باشا معلش. مسح الطبع، خليك تتم بقى. بص يلا. قال لك والله لو الته، انا عندي الميم وعندي الته وعندي الجيم. لو الميم زادت قال لي الته هتقل والجيم هتقل. ليه؟ علاقه عكسيه. طب لو الميم قلت الته هتزيد والجيم كمان هتزيد. علاقه عكسيه مفهومه. طب تيجي نغير. لو الته زادت الجيم، بص زادت الجيم زادت والميم ولا ايه ده؟ انت تعمله ده هتقول لي تقل. طب صدق بالله طلاب ثالثه ثانوي هتلاقيهم على جروبات الفيسبوك كلهم في شهر 4 كده قبل الامتحان بشهرين، فحد يساله اذا شده التيار للضعف تقل مقاومه للنصف. حبيب قلبي حبيبي اتق الله ثابته لا تتغير. ليه؟ لان دي تعتمد على طول السلك وتعتمد على حاجات تانية صراحه، زي مثلا طول السلك، مساحه المقطع، درجه الحراره، الماده النوعيه اصلا او اللي هي اسمها ايه؟ ماده السلك، لو نحاس لو الومنيوم لو بتفرق. تمام؟ ففي في عوامل تانية بتاثر عليها ما عدا الاثنين دول، يعني كله بيأثر ما عدا الاثنين دول غلابه. اللهم صل على النبي. طب بص لو الت قلت الجيم هتقل والميم ثابته. اتمنى ما تنساش الميم ثابته. ماشي يلا يا عم صل على النبي يا جدعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا عم، طب انا اسف لك يا عم. يلا ما اهو هنجيب اهو استعاده. ها نص الحصه بتخلص في دول. تمام. بص كده، دي علاقه طرديه بين الت والجيم، وعلاقه عكسيه بين الت والميم، لان بسط واحده والثانيه مقام. ماشي يا صاحبي؟ طيب خليك فاكر، كلما زادت شده التيار يزداد فرق الجهد والعكس صحيح، وكلما زادت قيمه المقاومه قلت شده التيار والعكس صحيح. ماشي، تعالى هنا كده في الدائره الكهربائيه، ده مثال، ده برضه هنبقى نقراه. تعالى هنا اهوت بقى مسائل. احسب مقاومه ملف، انا عايز مقاومه، يبقى فرق الجهد على شده التيار، يبقى 220 على 2/10 هتساوي 1100 اوم. تمام، سهله، حل بالمثلثات على طول. احسب كميه الكهربيه، تعالى كده بسم الله، عشان هنا بندخل اتنين في بعض، بندخل مثلثين في بعض. احسب كميه كهربيه. تعالى يا عم، تعالى يلا. احسب كميه الكهرباء، انا عايز كام؟ طب هي الكاف يا صاحبي ليها كام قانون؟ ايوه يا باشا، الكاف ديت ممكن تجيبها بطريقه واحده، طريقتين بصراحه. يا اما الت كاف ت هتساوي ت في زين، ثانيه واحده انا اسف. الكاف هتساوي الت في الزين، يا اما الكاف هتساوي الشغل على الجيم. شوف بقى انت معاك ايه. تقول له والله يا مستر ده انا معايا حاجات كتير جدا، ده ايه القرف ده، ولكن انا مش معايا الشغل. بص كده، هل في هنا جول؟ لا، يبقى انا القانون ده تم استبعاده رسميا. ليه؟ انا معايا اتنين مش موجودين، استعملهم زي. تقول لي طب ما انت معاك هنا اتنين مش موجودين. بس انا اعرف اجيب الته دلوقتي. احسب كميه الكهربيه المره في موصل مقاومته 1000 اوم. اوبا، دي مقاومه، والمقاومه ليها قانون واحد، خليك فاكره اهو. ما هو المقاومه ليها قانون واحد، فرق الجهد على شده التيار. واضح جدا ان شده التيار هي اللي ايه؟ اللي هتبقى في النص. لمده 30 دقيقه عندك اضرب في 60. اوعى التريكه دي كلها تنسيك الحته بتاعت الثانيه. اضرب في 60، 30 في 60 ب 1800 ثانيه. طيب اهي جبناها اصلا فين؟ اهي. اذا كان فرق الجهد ب 220 صاحبي، طب ما انت معاك هنا اتنين. بص، معاك دي ومعاك دي، طب ما تجيب ده. تقول لي طب وليه ما اخشش على طول؟ لان انت لو ما جبتش دول، لو ما جبتش ده هيبقى معاك ده بس في المثلث ده. طب انا عايز كاف، لازم اجيب شده تيار. طب جبنا شده تيار، شده التيار هتساوي ايه؟ فرق الجهد على المقاومه، اي 220 فولت يعني فرق الجهد على 1000 هيدينا 2 من 10، 22 من 100. طيب بعد كده تجيب لي ب 1200 1800 ثانيه، وتجيب لي كميه الكهرباء شده التيار في الزمن 22 396 كله. هو بنفس الفكره برضو، عايز بس في حاجات انا محتاجه ايه؟ هي فين؟ انت لسه موجود صح؟ دي برضو نفس الفكره، يعني نفس الفكره، هنثبت الدنيا ونخش نشوف. دي اوعى تبص عليها. تعال نبص على هنا بقى، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يعني هحل لك شويه حاجات، بس هحل لك شويه حاجات بسيطه جدا. بقول لك يا صاحبي انا عايز ده، اذكر الكميه الفيزيائيه، يعني انا عايز اعرف فرق الجهد ولا شده التيار ولا امبير ولا. طب ما يلا يا باشا نفرغ دي. جول لكل فولت، لا ما اسمهاش بقى الكل، اسمها جول على فولت في ثانيه. هيساوي، تقول لي بس انا ما خدتش حاجه زي كده. ما هي دي المشكله بقى، خدناها المكافئات. جول على فولت دي كانت بتساوي الكولوم. كولوم في ثانيه، ما بص، جول على فولت بكولوم اهي، كولوم في ثانيه. لا ما هتطلع فوق، انا اسف، ثانيه واحده، صلي على النبي. ما هي دي هتفضل في المقام يا صاحبي، دي مش هتطلع في البسط. فانت المفروض تمسح بقى دي كمان وتنزل البسط كده اهو وتقول لي جول على فولت هيساوي كولوم فوق والثانيه تحت. والكولوم على الثانيه دي كانت بتساوي ايه؟ اطلع كده فوق، لو انت حافظ بقى المثلثات هتلاقي انها بتساوي امبير. تقول لي بس يا مس انا خلاص جبتها حبيبي. امبير دي وحده القياس، انا عاوز الكميه، فالكميه يساوي شده تيار. حاسس ان البتاع بتتحرك مش عارف ليه. بص كده، جول على فولت في ثانيه. بص هو عمل لك بقى الشغل المبذول على فرق الجهد بيساوي كميه، لا ممكن تمشي وحدات لحد الاخر. طيب صلي على النبي. انا عايز اعمل دي
جول على كولوم في اوم. تعال نبص، تبقى جول على كولوم في اوم. تقول لي والله يا مستر بص، هي جول على كولوم. بص، هل انت خدت حاجه اسمها جول على اوم؟ تقعد تفكر كده، جول واوم، جول ده الشغل والاوم ده المقاومه، لا يجتمعان، مش موجودين اصلا. طب الجول والكولوم موجودين في حته فين يا مستر؟ قال لي موجودين في القانون الثاني، المثلث الثاني. هتبقى بتساوي ايه يا صاحبي؟ طبعا طلعها فوق والام تفضل تحت. خليك فاكر التريكه دي، الام تفضل تحت، اللي في المقام يفضل في المقام. لو في اتنين طلعوا مع بعض كده في واحد مع بعض كده، تقول لي بس خلاص دي تطلع فوق. جول على كولوم هيساوي فولت. بعد كده تقول لي فولت على الاوم هيساوي ايه؟ شده تيار برضو. بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شده تيار. تعالى بقى نشوف فولت في ثانيه على اوم. بص كده، مش فاهم يا مستر. قال لك والله يا عم، فولت على اوم دي كانت بتساوي شده تيار او بتساوي الامبير. فتقوم قايل لي ان شده تيار في الزمن هتساوي كميه كهربائيه. يعني ايه؟ جبنا دي كده قلنا ان هي بتساوي الامبير. وعلى فكره منطقي، ما معاك فولت ومعاك اوم اكيد ناقص لك امبير. القانون الثالث تضربه في الثانيه هتساوي كولوم. باشا ده مش كولوم، انا مش عايز كولوم، عايز ايه؟ انا عايز كميه كهربائيه. طيب اصعب واحده فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى 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 تعالى. كانت اخر واحده يا جماعه والله، هي فين؟ ثانيه على الكولوم. بص، مش فاهم يا مستر. يعني هل انا لو عملت فولت على كولوم، فولت على مش شغاله اصلا، ما ينفعش. فولت على كولوم كان الشغل هو اللي على كولوم. فولت كان في ايه؟ فولت كان في كولوم. لا مش تمشي. ثانيه على كولوم والله هي تنفع، ولكن لو بالعكس. فممكن تقول لي ان هي لا، لازم تجيبها كولوم على ثانيه. هتبقى تساوي امبير. طب ما لا، ما انا مش عاملها كده، انا مش عاملها بالشكل ده. ده انا عكست تعكس يا قلب المستر، تبقى واحد على شده التيار. فيبقى الفرق الجهد في واحد على شده التيار، كاني بقول لك كده، ادي الفولت وادي الامبير. يلا، يبقى فولت على امبير. فولت على امبير هيساوي ايه؟ هيساوي الاوم اللي هي المقاومه. الحمد لله على سلامه قلب حضرتك، خلصنا الدرس. طبعا هنا المحول الكهربي ده اللي هو يا باشا اللي عندنا في البيت، يعني بيبقى في اسمها ايه، في الشواحن كده. الجهد الكهربي المصدر اللي هو ترانسفورمر. الجهد الكهربي المصدر التيار المستخدم في منازلنا مقداره 220 فولت. 220 فولت دول لو دخلوا في موبايلك يحرقوا. فبيبقى عندنا اللي هو الادابتر الادابتر ده ما ينفعش تشحن، وعشان كده لازم تشحن بالادابتر الاصلي. ليه؟ عشان ما يخيش الدنيا يعني. وكثيرا من الاجهزه كالموبايل تعمل على جهد كهربي اقل من 110 اصلا. فاذا تم توصيلها مباشره بالتيار الكهربي المنزلي هتلف تتحرق. لذا يستلزم خفض الجهد الكهربي عن طريق حاجه اسمها محول الجهد، وعن حاجه اسمها جهاز التغذيه الكهربيه غير المنقطعه، يستخدم في تخزين الطاقه الكهربيه لامداد الاجهزه الكهربيه المتصله بها كالكمبيوتر بالتيار الكهربي عند الانقطاع المفاجئ للتيار. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خلصنا يا باشا الدرس الاول في الوحده الثانيه، وعلى فكره ده اصعب درس في الوحده. الدرس الثاني والثالث عاملين كده شبه اللي هو كتموت حلوه بط، عاملين شبه الدرس الثاني في الوحده الاولى. فصاحبي خلصنا الحمد لله على خير. تقريبا كده احنا مخلصين نص المنهج، يعني هم 3 والمنهج 7 تقريبا 7 دروس، فمخلصين لحد ما 40% من المنهج معاك لحد ليله الامتحان، لحد الاخر باذن الله. وكمان بنفكر نعمل لايف ليله الامتحان، نطلع معاكم يا باشا كده وش لوش كده، وفاهم، وتسالوني واسالكم وفاهم الحته دي كمان. طبعا هيبقى يا يوتيوب يا اما فيسبوك. ف ما تخلش علينا يا صاحبي، نعمل مجهود كبير جدا. لايك، شير يا جماعه، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. شير ولايك واشتراك وكومنت، بتعمل كل يا اسطى. يعني هتخسر حاجه؟ هتاخد دقيقه من وقتك؟ طبعا يا عم وانت بتعمل كده، وانت تعمل الكومنت الجميل، صلي على سيدنا محمد، سبح كده ربنا. انت في رمضان لو تتفرج قبل الفطار فيا عم صوما مقبولا وافطارا شهيا. لو انت بعد الفطار ربنا يبارك لك، مش عارف اقول لك ايه بصراحه. فيا عم ازعجتك يا عم، يعني لو قلت كام قلشه كده وحشه طول الفيديو حقك عليا يا عم. اخوك الكبير يا عم اللي بيتدلع عليك يا عم وبيحاول يفهمك، فبالله عليك ما تزهقش مني، لان انا ما بزهقش منك وما بزهقش من اسئلتك يا عم. فباذن الله كده تكون فهمت الدرس الاول وتحاول تطبق عليه على طول. تخش على قناه الواتساب هننزل عليها اسئله، وطبعا المسابقات بدانا ننزلها اول باول. المسابقات هيبقى عليها شهادات تقدير، وان شاء الله ممكن نعمل فلوس
زي ده باذن الله. فبعد اذن سيادتك يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تذاكر وتجتهد، وما تقولش بقى في رمضان خلاص احنا خلاص قربنا نخلص رمضان. يعني المصيبه لو انت بتتفرج عليا بعد رمضان فانت كده مزنوق. ايوه بقى ماشي يا عم، احب انا المزنوقين دول والله، انا بلخص لهم الدنيا كلها. حبيبي روح اتفرج على المراجعه بتاعت الواحده الثانيه تلاقي نزلت اصلا باذن الله، مش دلوقتي طبعا، بعد رمضان باذن الله. فما اطولش عليك يا صاحبي، قول ورايا زي ما انت متعود، انت عارف هتقولي طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رجاله، في موعدنا القادم في الدرس الثاني الوحده الثانيه.